تخيل نفسك كده يا زعيم صحيت من نومك لقيت نفسك عايش في عالم افتراضي فيه وحوش واشباح كتيرة جدا، بس في نفس الوقت ده في ناس طيبة زيك كده بالظبط. وبالمناسبة الناس دي اتعودت خلاص على الحياة اللي فيها وحوش دي، وهو ده اللي هيحصل لزعيم حكايتنا النهاردة اللي اسمه تاكومي. بتبدأ حكايتنا مع الست نولين حاكمة كوكب من الغرد اللي بترحب جدا بتاكومي لما تشرف الكوكب بتاعها، وده الكوكب اللي بيتم استدعائك فيه لما نولين تكون شايفة انك تقدر تنقذ كوكبها من الوحوش، تكون قوي يعني وعندك مهارات وكده. بس المشكلة بقى ان تاكومي اصلا جه غلطة من ضمن اللي المفروض يعني يتم استدعائهم، وده اللي الحاكمة بتقوله لزعيمنا دلوقتي، فبتتأسف له جدا على الغلطة الرهيبة دي. فتاكومي بقى بيقول لها طب يا ستي ما دام غلطة رجعيني تاني كوكبي. فالحاكمة عرفته انه ما ينفعش، لان بمجرد ما يتم استدعائك للكوكب ده جسمه بيكون مات خلاص في كوكبه الارض، فعلشان كده هتعوضه عن الغلطة دي وتديله سحر قوي يقدر بيه يحمي نفسه من اي وحوش في العالم ده، ويقدر كمان يفك اي لعنة ويشفي نفسه لو هو مصاب. وسألته ايه المهنة اللي هو عاوزها في العالم اللي هيروحه، فعرفها انه مش عايز حاجة فيها عنف، يعني لو حاجة ليها علاقة بالزراعة والانتاج يبقى كتر خير الدنيا. فوافقت نولين على طلبه وودته للعالم الغريب بتاعها. وهناك بقى تاكومي اتصدم من شكله جدا لانه بيكون اوسم بكتير من العالم اللي كان عايش فيه. وهناك بقى تاكومي قال لي يستعمل مهارة السحر اللي نولين اديتها له، وبالفعل السحر اشتغل وتاكومي هيعيش في العالم ده كساحر. وبعد ما مشي شويه لقى شويه خشب كده في القريه اللي هو فيها، فبيعرف من جهاز البيانات ان الخشب ده بيستعملوه في السحر برضه، فقال ياخد الخشب ده معاه في الشنطه علشان اكيد في يوم هيحتاجه. وفجاه وبدون مقدمات لقى بنت صغيره بتصرخ وبتستنجد بيه. مش كده وبس، ده كمان بيلاقي ارنب ضخم وراها، اتاريها كانت بتحاول تهرب منه. بعدها البنت دي بتعرف تاكومي ان الارنب ده متوحش ولازم يا اما يقتله يا اما يهرب معاها. في الوقت ده بقى تاكومي قال ما استعمل سحر بقى وخلاص، وبالفعل ضرب الارنب بالخشبه السحريه اللي معاه وجاب اجله. وساعتها البنت الصغيره اتصدمت جدا انه بضربه واحده قدر يقتل وحش زي ده، بس صدمها اكتر بقى لما عمل حفره سحريه في الارض ورمى فيها الارنب. وفي الوقت ده البنت الصغيره قالت له بس انت هتيجي معايا القريه عند اهلي، ما انا لازم اخليهم يتعرفوا عليك واقول لهم على اللي انت عملته ده. وبالفعل بيروح معاها لقرية بورد وعرفته على أهلها وقرايبها. وهناك بقى تاكومي حب أهلها جدا وحب استقبالهم الجميل يعني ومعاملتهم ليه كأنه واحد منهم، فقرر إنه يسكن معاهم. بس بيعرف من أهل القرية إن مفيش سكن فاضي في القرية كلها، فبالتالي قرروا سكان القرية إنهم يخصصوا حتة أرض كده ويبنوا فيها بيت لتاكومي. وفي الوقت ده تاكومي قال يستخدم سحره في بناء البيت بدل ما يتعب سكان القرية، وبالفعل بنى جزء كبير جدا من البيت في ثانية باستخدام مهارة سحر الأرض. ساعتها سكان القرية شافوا سحره القوي وأعجبوا بيه جدا وقالوا له ما يتعبش نفسه اكتر من كده لانهم حابين يكملوا هم بناء البيت. بعد شويه بقى بيدخل تاكومي بيت حد من الكرويين وبيقرر جوه يستخدم سحره اكتر، فقال يجرب كده مهارات الخيميائي اللي ممكن يستعملها بقدراته. وبالفعل جربها بعد ما جاب خام الحديد وخام النحاس وخام الفضه وحطهم قدامه، وساعتها مسك خام الحديد وبسحره قدر يخليها سبيكه حديد في ثانيه. في الوقت ده تاكومي كان فرحان جدا لان بسحره كده ممكن يبقى غني في كام يوم بس في العالم ده، فاتحمس بقى وفضل يستعمل سحره كتير جدا في الاوضه بتاعته. وبعد شويه طفله كده من القريه بتدخل عليه علشان تناديه يتغدى مع اهلها، بس ساعتها لقيته مغمى عليه ومرمي في الارض. وبعد ما فاق بقى بيهزقوه سكان القريه لانه استعمل سحر كتير جدا جدا وده ما ينفعش. وبنعرف ان استعمال السحر بكثره خصوصا في فتره قليله يعني بيرهق الجسم جدا جدا. فوقتها بقى سكان القريه جابوا له ترياق علشان يشفيه من التعب. في الأثناء دي طقت في دماغه فكرة ممكن تغير حياته كلها، وهي إنه يستخدم سحره في صنع الترياق اللي يشفيه بعد استخدام السحر الكتير، وبكده بقى يقدر يستعمل سحره براحته، ولو تعب يعني حتى بعد استخدام سحره يقدر يشرب الترياق دوت وساعتها يبقى كويس. ده كمان الترياق السحري مفعوله أكبر بكتير عن الترياق العادي، وبالفعل عمل كده وصنع كميات كتيرة جدا من الترياق علشان يستعمله وقت اللزوم. وبعد مدة قال يتمشى في القرية شوية، ويا ريته ما قال كده لأنه بمجرد ما تمشى حاجة بسيطة لقى خنزير متوحش قدامه وهجم عليه علشان يقتله. وتاكومي ساعتها كان واقف محلك سر ومرعوب من الحيوان الضخم ده. ساعتها تاكومي قال ما بدهاش بقى، ما أنا مش هموت الموتة دي. فهوبا بقى استعمل سحر وضرب الخنزير ضربة قوية جدا، وده خلى الخنزير يقع من طوله من قوة الضربة دي. بعدها تاكومي بيشوف عنكبوت بيطلب مساعدته، وبالفعل تاكومي بسحره خلى دراعه يرجع زي الأول وأحسن. بعدها بقى العنكبوت ده ترجاه يروح معاه بيته، فتاكومي قال وماله تعال انا اصلا كده كده عايش لوحدي. بس لما راح تاكومي مع العنكبوت بيصدم اهل القريه جدا وبيحذروه ساعتها ان العنكبوت ده خطير جدا ما ينفعش يتروض ابدا. بس تاكومي قال لهم ما تخافوش ده بقى صاحبي خلاص وسميته كيكب. بعد كام يوم بقى في القرية بنلاقي كيكب مبهدل تاكومي خالص لأنه لف بخيوط العنكبوت في سريره علشان ما يعرفش يتحرك. ولما طلب منه تاكومي يفكه من الربطة السودا دي كيكب مرضاش وقال له مش تبقى تسيبني لوحدي تاني في الشقة.
فتوكومي وعده ساعتها انه هيقعد معاه يلعب النهارده ومش هينزل خالص. في الوقت ده كيكي فرح جدا، وساعتها بتدخل بيته واحده من القريه وبتبقى مصدومه جدا من شكل البيت المتبهدل اللي شبه بيت العنكبوت بالظبط، لان خيوط العنكبوت يعني في كل حته. بس في نفس الوقت بتبقى معجبه جدا بالخيوط دي وعايزه تاخدها. ليه بقى؟ لان خيوط العنكبوت يا زعيم في العالم ده ماده فاخره جدا بيصنعوا منها الهدوم، والهدوم اللي بالخامه دي بتكون غاليه جدا. وبالفعل الست دي اخدت كل الخيوط اللي في بيته وصنعت منها هدوم كتير لاهل القريه، وطلبت من كيكي بيخرج خيوط كتيره علشان تعمل هدوم تاني. على الجانب التاني توكومي قال يروح يشوف شغله كده كعامل انتاج، فقابل ساعتها واحد من الكرويين اللي قال له مكانه مش هنا ولازم يروح مدينة تانية لان شغله ده مش ماشي قوي يعني في القرية. علشان كده بقى اتفق مع تاجر معين يشغله في مدينة تانية اسمها بولتون، وعمل كده من غير ما يقول له علشان يخليها له مفاجأة. فشكر توكومي الراجل جدا على اللي عمله دوت وانحنى ليه. تاني يوم بقى بيقابل واحدة كروية اسمها مارسا اللي كانت شايلة في ايديها احشاء ارنب ورايحة ترميهم لان فيهم يعني طفيلات كتير وغير صالحة للاكل. فتوكومي قال لها عنك انت بس انا اقدر اعالجه واخليه صالح عادي. فاستعمل بقى مهارته في سحر الضوء علشان يخرج كل الطفيلات اللي فيه وخلاه يلمع. فمارسا استغربت جدا بعد ما شافته بيستعمل سحر الضوء ده، وحذرته كمان انه ما ينفعش يستعمله ابدا في المدينة اللي رايحها، ولا يقول لاي حد مهما كان انه يقدر يستعمل نوع السحر ده، لان اللي عنده القدرة في استعمال السحر دول ناس نادرين جدا، فممكن يعني اهل المدينة اللي رايح لها يستغلوه ساعتها ويأذوه لو عرفوا. فتوكومي على طول شكرها جدا على المعلومة دي، وعلشان يشكر اهل القرية كلها على اللي عملوه معاه قبل ما يمشي قام بنى لهم بير ميه علشان كل سكان القرية تشرب ميه نظيفة. وفي الوقت ده بقى التاجر اللي المفروض ياخده يشتغل معاه جه القرية علشان ياخده، وساعتها كل القرويين كانوا زعلانين جدا ان خلاص توكومي هيمشي. بس على الجانب الاخر التاجر مش باصص لهم اصلا، هو باصص على الترياق اللي في ايد توكومي اللي صنعه بسحره. وقتها التاجر سأله اذا كان يقدر يصنع ترياق زي ده ليه، فتوكومي عرفه انه يقدر عادي. فالتاجر اتبسط جدا. بعدين توكومي ودع القرويين في مشهد مؤثر جدا جدا، خلى العمال اللي راكبين معاه يعيطوا من شدة تأثرهم. في المجمل العمال كانوا مصدومين جدا ان توكومي مروض عنكبوت متوحش، بس توكومي عرفهم انه مش متوحش ولا حاجة، بالعكس يعني ده طيب جدا وغلبان. بعد شوية بيقابلوا اشباح في الطريق، فكل العمال خرجوا من عربيتهم علشان يقتلوهم. ودي الحياة العادية يا زعيم في العالم اللي احنا عايشين فيه ده، يعني لازم عشان تقدر تعيش فيه تبقى محارب قوي تقدر تدافع عن نفسك. بالليل بقى بيوصل كل العمال لمدينة بولتون، وهناك توكومي لازم يسجل نفسه في نقابة معينة كده علشان يقدر يشتغل. فاختار ساعتها نقابة المغامرين، بس بيعرف وقتها ان علشان تتثبت في النقابة دي لازم تعمل مهمة معينة ليهم على الاقل كل شهر. فوافق توكومي ومضى باسمه للنقابة، وسجل كيكي كمان انه هيكون الحيوان الاليف بتاعه. بعد شوية توكومي بيقعد مع التاجر اللي جابه المدينة، وساعتها التاجر قال له انه مبهور جدا بالترياق اللي صنعه، وطلب منه يعني يعمل له واحد ب50 فضية. ساعتها توكومي اتصدم من المبلغ اللي عرضه ده، لان ده يعتبر كتير جدا، وفكر ساعتها ان الراجل ده شكله مجنون ولا حاجة، بس اتأكد بعدها انه مجنون لما قال له انه هيخليه يعيش في بيت يليق بيه. فتوكومي عرفه انه ما عندوش فلوس يمتلك بيها بيت خالص، هو اخره يأجر اوضة مع واحد وحلو قوي يعني على قده. بس التاجر عرفه انه بالفعل اختار له البيت خلاص ومش بمزاجه. عامة توكومي راح مع خادم التاجر علشان يشوف بيته، بس يا زعيم ده ما طلعش بيت ولا حاجة، ده طلع قصر فخم جدا. فتوكومي اتصدم واتكسف من الخادم لانه ما عندوش فلوس يأجر ولا يشتري بيت حتى، فازاي يقدر على قصر؟ فالحارس صدمه ان ايجار القصر ده ذهبايه واحده بس. في الوقت ده توكومي استغرب اكتر، لان ازاي قصر زي ده يتأجر في الشهر بالمبلغ العبيط ده؟ وفهم لوحده ان التاجر هو اللي هيدفع له الايجار، وما بقاش عارف ليه التاجر بيعمل معاه كده رغم انه ما يعرفوش. المهم بيعرف من الحارس ان في المدينه دي مش بيستعملوا حمامات، وده خلى توكومي يقرف جدا. فعلشان يحل الموضوع ده استعمل سحر الضوء وصنع حمام بنفسه في قصره الجديد. وبعد شويه بيجيله التاجر وبيشوف الحمام الغريب اللي صنعه ده. في الوقت ده عرفه توكومي ان دي حاجه اسمها تواليت، وعرفه بكل فوائده اللي اكيد احنا عارفينها يعني. عامه التاجر كان مستغرب جدا من الاختراع العظيم ده، وساله اذا كانت شكوكه في محلها وبيستعمل سحر الضوء. فتوكومي افتكر على طول لما الكرويه قالت له ما يقولش لحد على الحكايه دي، وحذرته انه ممكن لو حد عرف يستغله ويأذيه. فقال للتاجر انه بالفعل يقدر يستعمله بس ما يقولش لحد. عموما بقى التاجر لما عرف بالمعلومه دي طلب منه على طول يصنع 100 تواليت كده في مقابل الفلوس اللي هو عايزها، وقال له كمان ان واحد زيه لازم يتعامل كباشا ويبقى ليه عبيد كمان بسبب السحر اللي بيعرف يستعمله ده. فاستغرب كده توكومي من كلمه عبيد دي، لان طبعا في العالم اللي كان فيه ما كانش فيه عبيد ولا حاجه، بس في العموم سمع كلامه وقال يروح معاه علشان يشتري كام عبد كده للقصر بتاعه. وراحوا فعلا الاتنين مع بعض لتاجرة عبيد اسمها مولان علشان يعني ياخدوا كام عبد كده لتوكومي.
وهناك مولان بتجيب لهم اسمها ماريا، ودي بقى اللي هتكون مسؤولة عن نظافة القصر كله. فالتاجر نصح توكومي انه لازم عبد تاني علشان يحميه من اي ضرر يعني معرض يحصل له، لان طبعا لو حد من المدينة شم انه يقدر يستعمل سحر الضوء ممكن يتأذي، فلازم بقى يجيب عبد كده من نوع المحارب. فماريا اقترحت على توكومي انه ياخد الام صوفيا لانها اشتركت في حروب كتير قبل كده. في الوقت ده مولان اتعصبت عليها وقالت لها ما تتدخلش في التفاصيل دي، وامرتها كمان انها تمشي من المكان لحد ما ينادوا عليها تاني. على الجانب الاخر بقى توكومي كان عنده فضول يعرف مين صوفيا دي اللي مش عايزه تروح معاه رغم انها مقاتله. فمولان بقى عرفته ان صوفيا كانت من احسن المقاتلين زمان، بس ده قبل ما يتم اسرها من الاعداء، لان الاعداء دول اطلقوا عليها لعنه خلتها ما تعرفش تحارب ولا حتى تستعمل سحرها، ومن الوقت ده ما حدش عايز ياخدها كأم يعني مقاتله ابدا. فتوكومي بعد ما سمع الكلام ده راح لصوفيا اوضتها علشان يتعرف عليها، وفي الوقت ده بقى لما قعد يتكلم معاها اعجب جدا بشخصيتها، وطلب من مولان انها تيجي معاه كمقاتله عادي، وقال لها كمان انه يقدر بطريقه معينه ينهي اللعنه اللي اتصابت بيها دي. طبعا هنا هو ما قالهاش انه يقدر يستعمل السحر وكده، فوافقت مولان ما دام هو عاوز كده يعني، وكانت مبسوطه في نفس الوقت لان اخيرا حد قبل صوفيا كأم رغم اللعنه اللي عليها يعني. بعدها بقى بيمضي توكومي عقد الاتفاق مع مولان علشان يبقى الموضوع رسمي، وصوفيا وماريا يتسجلوا كعبيد عنده. وبالفعل يا ابو الزعامه مولان اعلنت خلاص ووثقت العقد كمان بسحر معين استعملته. بعدها بيروحوا صوفيا وماريا للقصر توكومي، واول لما وصلوا هناك قابلوا على طول كيكب اللي افتكروها يقتل سيدهم، بس توكومي بيعرفهم انه حيوان اليف وما يقلقوش منه يعني خالص. في العموم لما بيدخلوا القصر بيتصدموا ان توكومي محضر لكل واحده فيهم اوضه، وده طبعا عمره ما حصل لعبيد قبل كده. فتوكومي قال لهم ينسوا بقى جو العبيد والهبل ده ويعتبروا نفسهم اصحاب البيت زيه، لانه اصلا مش معترف بالعبوديه دي ولا عمره عاصرها في بلده. بعدها بشويه صوفيا وماريا اتعاملوا كاصحاب بيت فعلا، وراحوا اخدوا شاور هما الاثنين. وفي الوقت ده ماريا بتقول لصوفيا ان سيدهم الجديد ده لطيف جدا وشكلهم كده هيتبسطوا معاه. على الجانب الاخر صوفيا كان ليها راي تاني لانها بتكون قلقانه منه جدا، وبتقول لماريا ان لطافته الاوفر دي اكيد وراها حاجه مخبيها، ما هو مش معقول يتعامل معانا كده واحنا عبيد اصلا. وعرفت صوفيا ماريا انها شافت العقد اللي مضى عليه توكومي، وشافت فيه ان توكومي ساب معظم الخانات فارغه حتى لقب عيلته ما كتبهوش، ومعنى انه يخفي كل حاجه عنه يبقى اكيد وراه حاجه مش مظبوطه. بس ماريا بقى بتقولها انت على فكره شكلك وش فقر، ما تحمدي ربنا يا شيخه السيد بتاعنا بيعاملنا كويس وخلاص. فصوفيا قالت لها ماشي، مصير الايام اللي جايه هتبين كلامي اذا كان صح او غلط. بعد بقى الحمومه الحلوه دي بيخرجوا ماريا وصوفيا للسفره، فبيتصدموا ان توكومي عمل لهم الغدا بنفسه. وساعتها بقى انحنت ماريا ليه واعتذرت له جدا لانها اتاخرت في حمامها وما حضرتش الغدا زي ما المفروض تعمل، بس توكومي عرفها ان هو اللي كان عايز يحضر الغدا بنفسه كترحيب يعني ليهم وكده في بيتهم الجديد. ساعتها صوفيا شكوكها بتزيد اكتر لان يعني مش معقول حد يعمل كل ده العبيد من غير مقابل، فقررت بقى انها تراقبه. عامه بعدها توكومي قابل التاجر تاني علشان كان طلب منه يجيب له ادوات سحر معينه، فالتاجر حذره انه لازم يخفي نفسه وهو بيستعمل التعويذه اللي عايز يعملها بالادوات دي، وقال له اوعى ماريا او صوفيا يلاحظوا اي حاجه بالذات بقى لو استعملت سحر الضوء. وبالفعل توكومي اخذ الادوات وبعدها قال يروح الكنيسه، وجوه الكنيسه بقى بيشوف تمثال نولين محطوط فيه. فتوكومي ساعتها طلب بركتها انها تبقى معاه في كل اللي جاي وكده، وشكرها في سره على السحر اللي هي اديتهوله. في الوقت ده بقى نولين جابته لحد عندها علشان تعرفه حاجات خطيره جدا عن العالم اللي هو فيه ما كانتش قالت له عليها. عرفته ان في العالم اللي هو فيه ده في امبراطوريه معاديه ليها، وهي امبراطوريه سيدونيا المقدسه. وامبراطوريه سيدونيا المقدسه دي مانعين اي كنيسه يكون فيها اسمها، والناس اللي في الامبراطوريه دي خطيرين جدا ولازم ياخد حذره منهم لو راح يعني في يوم ليهم. وبتعرفوا كمان ان كل الحظ الحلو اللي في حياته ده بسبب يعني بركتها مش فهلوه منه يعني، بس من النهارده هيعيش زي اي انسان عادي في العالم بتاعها، يعني ممكن يواجه متاعب من النهارده ولازم يبقى ساعتها يتعامل. المهم دلوقتي بنروح بقى بعدها للامبراطوريه سيدونيا المقدسه دي، وبنشوف فيها الحاكم بتاعها وهو بيكلم حراسه وبيقول لهم ايه اخبار التدريبات القتاليه. فبيعرفوه الحراس ان في 3 مقاتلين ياخدوا 10 من 10، لسه الباقي بقى بيتدربوا علشان يبقوا مقاتلين اقوياء. عامه بقى بره القصر بنلاقي مدرب كده بيدرب واحد اسمه اكيرا، والتدريبات دي بتكون عنيفه جدا اكنه دخل حرب بعدها، وبيكون اكيرا متضايق جدا لانه لسه ما وصلش للمستوى اللي المدرب عايزه. وعلى الجانب التاني بينادوا على واحده اسمها اكاني علشان تتدرب
تتدرب هي كمان، بس كانت بتقول لهم انها ملهاش في جو العنف ده ومش عايزه تتدرب. لكن قالوا لها ساعتها ان مش بمزاجها الكلام ده، لان في امبراطوريه سيدونيا لازم الكل يكون محارب. فبتتضايق جدا اكاني من اللي بيقولوه ده، لانها بتكون مش عاوزه تبقى مقاتله ولا حاجه. تعالوا بقى نرجع بقى لزعيمنا تاكومي، اللي اول لما وصل بيته وقع على وشه. ساعتها كل الادوات اللي كان هيستعملها في سحره وقعت من ايده. في الوقت ده بقى صوفيا شافت كل الادوات دي وبعدها اتخضت جدا منها، بس تاكومي جمع الادوات بسرعه وحطها في شنطته تاني. لكن بعد ايه بقى يا زعيم؟ بعد ما شافت كل حاجه، المهم صوفيا بعد ما شافت الادوات دي حطيته في دماغها اكتر ومشيت وراه وفضلت تراقبه. ولما مشيت وراه بقى لقيته قاعد في اوضته بيعمل سحر، فبتتخض جدا واتخضت اكتر لما لقيته بيقول اسم ماريا. فافتكرت ساعتها انه ممكن يكون بيعمل تعويذه لماريا وعايز يأذيها، فبسرعه فتحت عليه الاوضه وهددته ان لو جه جنبها مش هترحمه ابدا. بس بعد ما قالت كده على طول قام مغمى عليها. وقتها تاكومي وداها لسريرها علشان ترتاح شويه، وقرر ساعتها يعمل تعويذه علشان يفك اللعنه اللي عليها. وبالفعل استخدم سحره علشان يفك كل الاذى اللي اتعمل فيها من كل اللي كانوا اثروها. وخلاص بكده صوفيا تقدر ترجع مقاتله قويه تاني في اي وقت. بعد شويه صوفيا بتفوق وبتكون جنبها ماريا اللي كانت مستنياها تصحى، فبتعرفها ماريا ان تاكومي هو اللي شالها بنفسه ووداها كمان لسريرها علشان ترتاح. فصوفيا زعقت فيها وقالت لها انت لازم تهربي فورا، ده طلع ساحر وعاوز يأذيكي. فماريا بتقول لها ما انا عارفه، بس سحره مش بيستعمله في الاذى ابدا. وعرفتها كمان انه استعمل سحره بس علشان يفك اللعنه اللي عليها. وفي الاثناء دي صوفيا بالفعل حست بسحرها اللي كان مخفي، فعرفت على طول ان اللعنه اللي كانت عليها اتفكت وتاكومي ما طلعش زي ما هي فاكره. فراحت لتاكومي بعدها علشان تشكره على اللي هو عمله ده، وفضلت تعيط بقى لان باللي عمله ده اعاد ليها الحياه من تاني. بعدها انحنت ليه وشكرته جدا، وكمان وعدته انها تبقى وفيه ليه طول عمرها، وعمرها ما تتخلى عنه ابدا. وفي اللحظه دي ابو الزعامه نولين اللي بتكون مراقباهم من فوق بتكون مبسوطه جدا، وواضح كده ان كل اللي بيحصل ده من خطتها من البدايه، وكانت عاوزه صوفيا تسيبها اللعنه علشان تقابل تاكومي ويجمعهم القدر سوا. بعدها بيوم بقى يا زعيم تاكومي راح المكتبة علشان يقرأ أكتر عن مهارات الخيميائي، لأنه قرر إنه يعتمد أكتر على المهارات دي في كل مهماته اللي جاية. وبعد ما قرأ شوية كده قال يرجع بيته بقى. وفي الغدا بقى البت ماريا عينها لمعت كده وقالت له تصدق أنت وصوفيا لايقين على بعض. وقتها تاكومي اتكسف جدا وغير الموضوع على طول وخرج بره علشان يشوف شغله. وشغله هنا هو إنه يصنع 100 تواليت زي ما التاجر كان طلب منه، والتواليتات دي بقى هتروح لبشوات بولتون. وكمان صوفيا وماريا كانوا بيساعدوه وكانوا فخورين بيه جدا. وهنا تاكومي بيقول لهم انه بيفكر يبدا مهمته مع النقابه، وبالمره يكتشف اكتر عن العالم اللي هو فيه ده، وعايز كيكب وصوفيا يكونوا معاه. في اللحظه دي ماريا قالت له طب وانا؟ فتاكومي عرفها انه عايزها يعني تقعد هنا تحرس البيت، وكمان يعني علشان تشرف على تنظيفه. وقتها ماريا كانت قربت تعيط يا عيني، وفضلت بقى تترجاه يخليها تروح معاه يعني لانها مش عايزه تقعد هنا لوحدها. فتاكومي بعد الحاحها ده بقى مسك دماغها واستعمل سحره عليها، وغرضه بقى من السحر ده انه يعرف قدراتها القتاليه علشان يقدر يحدد تقدر تروح معاه ولا لا. فعرف بقى من بياناتها ان يجي منها عادي وممكن يعني تحارب، بس عايزه بقى شويه تدريبات منه ومن صوفيا، وساعتها تقدر تقاتل. وصوفيا كمان رحبت بفكره انها تيجي معاهم مقاتلة علشان يعني ما تبقاش لوحدها. بعدها كلهم دخلوا اوضه تاكومي علشان يحددوا هياخدوا ادوات ايه للقتال. فلما سأل تاكومي بقى صوفيا عايزه اسلحه ايه، بما انها يعني مقاتله في الاساس وخبره في الموضوع ده، طلبت منه اسلحه كتير جدا، منها سيف طويل ورمح وقوس وسكينه وترس كمان. وقالت لماريا انها هتعلمها ازاي تقاتل بالرمح ده. فماريا اتبسطت جدا وشكرتها. وبالليل بقى وتاكومي قاعد لوحده قرر يصنع الادوات دي كلها مره واحده باستخدام الفولاذ السحري. وتاني يوم بقى صوفيا كانت بتمرن ماريا في استخدام الرمح، وبنشوف تاكومي لسه من ساعتها في الاوضه بتاعته بيستخدم سحره علشان يخلص الادوات. وبالفعل خلص كل الادوات ناقص بس الدرع اللي لازم علشان يصنعه يعرف مقاسات ماريا وصوفيا، بس طبعا اتكسف يطلب منهم مقاساتهم. فساعتها بقى استخدم سحر وعمل من ماريا وصوفيا عرايس كده مانيكان يعني بنفس اجسامهم، فبالتالي قدر وقتها يصنع الدرع بسهولة. ولما خلى صوفيا وماريا يسوه، وكانوا طبعا مبهورين جدا من خامته، وقعدوا بقى يسألوه ازاي قدرت تظبطها كده. فساعتها بقى كيكب كان هيفضحه بقى وكده ويقول ان هو عمل عرايس وبتاع، بس تاكومي بقى قال له اسكت ما تفضحنيش. وساعتها غير الموضوع على طول وطلب منهم يجوا معاه اوضته يعني علشان يشوفوا بقيه الادوات اللي عملها. ولما دخلوا الاوضه بقى اندهشوا من وجود الادوات القتاليه دي، وخصوصا بقى الخاتم السحري اللي تاكومي صنعه من عنده. وده خاتم بقى يقدر يحميك ويخليك تستعمل السحر بسهوله. ولما صوفيا سالته ازاي صنع ده، قال لها انه قدر يعني يعمله بمهاراته كعامل انتاج،
بس اخد منه تدريب كبير جدا وفي الاخر نجح انه يصنعه، وحاليا يقدر يستعمل دلوقتي سحر الجليد وسحر البرق، ودي المهارات اللي كسبها من تصنيعه للخاتم ده. وتاني يوم بقى كلهم راحوا بقى لنقابة المغامرين علشان يسجلوا اسمائهم، وطبعا توكوما كان مسجله اصلا، بس ماريا وصوفيا بما انهم يعني كانوا عبيد عنده مش متسجلين، فساعتها بقى توكومي كتب اسمائهم، وكمان طلب من موظف الاستقبال ده يسجلهم كفريق، وتسجلوا فعلا. وفجأة بعدها شافوا 3 عجول كده جايين ناحيتهم، وكل واحد مدخن صوته بقى وبيستعرض نفسه قدام البنات. واحد منهم قال لهم ما تيجوا معانا، الرفيع ده مش هينفعكم، ده احنا ال3 من مستوى دي ومحاربين محترفين جدا. ولما قربوا منهم بقى توكوما عمل نفسه سبع البرومبا ووقف قدامهم، بس هو من جواه كان خايف جدا. وقتها واحد منهم قام متخن صوته اكتر وقال له انت بتعمل ايه يا دي، انت امشي من هنا. فتوكوما راح شتمه بكل جراءه. ساعتها الراجل ده اتعصب جدا ولسه كان رايح يضربه، بس توكوما بقى استعمل مهارته في التعزيز الجسدي واللي يقدر يحميه من اي خطر قدامه. فالضربه بتاعت الراجل ده ما جاتش عليه اصلا، بالعكس دي اصابت ايده هو، وفضل يصرخ ساعتها. وصرخه ده وصل لرئيس النقابه اللي اسمه بارك، اللي راح لهم لحد عندهم وهو متعصب جدا وبيسألهم ايه الغباوة اللي بتحصل هنا دي ومين اللي تسبب في إصابة المحارب ده. فماريا راحت له بقى وفضلت تدافع عن توكومي، وفي نفس الوقت موظف الاستقبال راح له يفهمه اللي حصل بالظبط بما انه شاف كل حاجة يعني، وعرفه ان المحارب اللي اتصاب ده هو اللي بدأ كل المشاكل. وتوكومي كان واقف محلك سر يعني ما جاش جنبه، فرئيس النقابة استدعاه هو وفريقه علشان يفهم اكتر. وساعتها سأله انت ايه اللي انت عملته ده، وازاي اصلا تقدر تسيب محارب قوي كده من غير حتى ما تضربه. وقتها توكومي ما كانش راضي يقول له سره، بس موظف الاستقبال جاوبه بقى هو وقال له ده اكيد سحر، لان اللي حصل قدامه ده مش مهارة عادية. وفي الاثناء دي بقى توكومي ما كانش قدامه غير انه يعترف ان ده سحر فعلا، بس هو ما استعملش سحره لاذيتهم خالص، هو بس جاب شوية فحم كده من ادواته ودهن عليه جسمه، وبعدها استعمل سحره وحول الفحم ده لألماس، فعلشان كده يعني كان بيصرخ من ألم ايده. ولما بارك وموظف الاستقبال عرفوا سره وعدوه انهم هيحموا معلوماته الشخصية ومش هيقولوا لحد، وكمان بقى جابوا له عرض مغري جدا، وهو انهم ينقلوه من مستواه الحالي لمستوى دي، بس بشرط انه يعني ينفذ لهم 3 مهمات كده. وقبل ما يقولوا له بقى على المهام دي توكومي بص كده لصوفيا علشان ياخد رأيها، فبصيت له بعين حادة كده وقالت له وافق. وبالفعل توكومي وافق وبيعرفنا دلوقتي بالمهام اللي اتطلبت منه. واول مهمة معانا بقى هي محاربة الغيلان، وتاني مهمة وهي إبادة الكوبيلات، وتالت مهمة بقى هي جمع أعشاب مريال، والكلام ده كله هيكون في غابة كده خطيرة جدا. المهم توكومي راح فعلا الغابة دي، وهو ماشي كده بقى في الغابة مع البنات قابلوا ساعتها غيلان كتير جدا، فقاموا هوبا بقى ضربوهم هما ال3 بمنتهى القوة برمحهم كده. وساعتها صوفيا عرفت توكوما ان الغيلان اللي قتلوهم دول من مستوى سي، ومادام هما من المستوى ده يبقى اكيد في معسكر وراهم في نفس مكانهم باعداد كبيرة، ولازم بقى يبقوا مستعدين جدا لان محاربتهم اساسا بتتطلب 5 فرق يعني من نفس مستواهم. فتوكومي بقى ساعتها سألها طب ازاي هنقدر نغلبهم لو هما بالقوة دي. وقتها بقى صوفيا عرفته ان لو هي استعملت سحرها الشبحي وهو استعمل سحره العنصري، وكمان ماريا استعملت سحرها الارض، ساعتها بقى يقدروا يغلبوهم عادي جدا. فتوكومي سمع كلامها واتغلب على خوفه شويه. بس قبل ما يروح معاها كيكي بقى قالت له انها حاسه انها بتتطور، فتوكومي وقتها استعمل مهارته في فتح الجيب علشان يخلي كيكي بتستريح فيه. والمهارات دي بقى صوفيا وماريا ما كانوش عارفينها وتعجبوا منها جدا. بعدها الكل راح لمكان الغيلان علشان يحاربوهم. ساعتها صوفيا عرفت توكومي ان عددهم حوالي من 300 ل 400 غول كده، فلازم يستعدوا كويس جدا جدا. وبالفعل الكل دخل مكان معسكرهم علشان يقتلوهم، بس في الاول استعملوا السحر كده اللي اخدوه من الخاتم بتاعهم، وكل واحد استعمل سحر معين كده. وصوفيا استعملت سحر الشبح الرياح، وماريا استعملت سحر كومة الصخور، اما توكومي بقى فاستعمل سحر عاصفة النار. وقاموا هوبا ال3 مهارات مع بعض عملوا نار شديدة جدا، والنار دي بقى حرقت معظم الغيلان اللي قدامهم ما عدا طبعا القادة بتوع المعسكر اللي يعتبروا يعني الاقوى فيهم. فقامت صوفيا بقى برمحها ادت الغول منهم علقة محترمة. اما توكومي فكان خايف شوية يعني من الغول الضخم اللي قدامه ده، بس قدر يدافع عن نفسه برمحه. فبالتالي بعد شوية اتطورت كل مهاراته القتالية، وبكده قدر يستخدمها في حرق جسمه كله. وبعد العركة دي رجعت الشلة تاني للنقابة علشان تعرفها انها قدرت تنفذ المهمات اللي طلبوها. ساعتها موظف الاستقبال كان مش مصدق نفسه وقال ازاي قدرتوا تتغلبوا على كل الغيلان دي في كام ساعة بس، ده انتوا بقى تيجوا معايا للرئيس النقابة وهو هيديكم مكافئتكم بنفسه. وبالفعل راحوا البارك اللي بيكون مندهش جدا جدا من اللي حققوه. وفي وسط دهشته دي بنشوف ايد طلعت بقى من جيب توكوما كده وبتزق بارك، ولما بتخرج بقى بجسمها الكامل بنعرف ان دي اصلا كيكب
اللي شكلها اتغير 180 درجة وبقت نص إنسان ونص عنكبوتة. وتكومي وصوفيا ساعتها كانوا مستغربين جدا من التطور الرهيب ده، وأكتر واحدة فرحت بشكلها ده هي ماريا لأنها كانت شايفاها يعني شبهها، وبكده كمان تقدر تكلمها على طول من غير ما تزهق. بعد شوية بقى راحوا البيت كلهم، وهنا بقى ماريا طلبت من تكومي إنه يعني يصنع لهم شوية هدوم. في نفس الوقت بقى كيكب كانت بتنادى عليه لأن التاجر جه وعايزه، لكن لما راح له تكومي اتصدم إنه مغمى عليه. فلما سأل كيكب إيه اللي حصل ده جاوبته بإنها ما تعرفش، هي بس فتحت الباب وأول ما شافها قام وقع من طوله. ففهم تكومي إن التاجر من كتر صدمته بتطوير كيكب أغمى عليه. المهم بعد ما تكومي بقى فواه قعد معاه لوحده، وساعتها التاجر بيفاجئه إنه جاي هنا علشان ياخده الحاكم بولتون. الخبر ده صدم تكومي جدا وسأله ليه يعني الحاكم عايزني انا عملت حاجه ولا ايه؟ فالتاجر طمنه وقال له انه عايزه علشان يشكره يعني على التوليدات اللي عملها بسحر الضوء بتاعه وعلى سحر التطهير اللي قدر ينظف بيه المجاري اللي كانت طافحه يعني، وهو بقى عايز يشكره بنفسه. وبالفعل تكومي راح معاه للحاكم ده، والحاكم وقتها شكره جدا على كل اللي عمله للمدينه، لان بعد التوليدات دي المدينه تعقمت فبالتالي الامراض قلت، وده برضه بسبب المجاري اللي حل مشكلتها بسحر التطهير بتاعه. وشكره كمان على قوته وشجاعته اللي ظهرها يعني هو وفريقه في مهمته في قتل الغيلان. ولما قال له كده بقى انحنى ليه وشكره على مجهوده، فتكومي شكره هو التاني وقال له انه كده بيديله اكبر من حجمه، لكن الحاكم رد عليه وعرفه انه ده حجمه الحقيقي ولازم يعرف قيمته كويس قوي ويعزز دفاعه، لان في اي وقت ممكن اعداء المملكه اللي هم فيها يستهدفوه. وهو هنا قصده على مملكه سيدونيا المقدسه اللي اكيد لو سمعت عنها هتتنفخ. توكيمي بقى ساعتها كان خايف جدا جدا من الكلام ده، ورجع بعدها بيته وهو مرهق جدا بعد السفر. في الوقت ده بقى كيكب خرجت من جيبه السحر علشان تقول له ان هدوم ماريا وصوفيا بقت جاهزه، ولما اخدها توكيمي واداها لهم يعني وهو مرهق كده، صوفيا وماريا كانوا قلقانين عليه جدا، بس توكيمي عرفهم انه كويس يعني وعادي وكل حاجه هتتحل، بس هيرتاح شويه ويبقى فل الفل. بعدها راح لسريره بقى وقعد يصيح للونيل بقى في خياله، لانه فكر ان ارهاقه ده بسبب ان بركتها حلت من عليه. عامه بقى قال يفك من افكار بعد نص الليل دي وينام، وبالفعل نام. وتاني يوم الصبح من نجمه بقى قام علشان يشتغل برضه رغم انه مرهق، والمرة دي بقى بدل ما يصنع توليتات صنع التلاجات اللي ماريا وصوفيا وكيكب كانوا مبهورين جدا بيها. وبعد ما صنع التلاجات دي عرف صوفيا وماريا انه عنده شغل تاني وهو تطوير المعدات بتاعتهم علشان لما يروحوا المهمة اللي جايه يبقوا مستعدين بيها بأسلحة أقوى، لكن علشان يعمل كده لازم يستخدم شوية خامات كده، والمشكلة انهم مش معاه دلوقتي، فبالتالي راح للنقابة علشان يطلب منهم يعني يوفروا له الخامات دي. بس موظف الاستقبال صدمه ان الخامتين دول نادرين جدا ومستحيل يلاقي حد بيستعملهم في بولتن، لكن بيعرفوا ان ممكن يروح مملكة الاقزام ويمكن يعني يلاقي حاجة هناك. وبيقولوا ان في فكرة تانية احسن وهي انه يصنعهم بنفسه بما انه يعني خيميائي، لكن لازم برضه يلاقي اصل المعادن دي. فاقترح عليه انه بدل ما يروح مملكة الاقزام دي يروح مدينة اسمها هوارس اللي في الاصل شمال غرب مملكة براكولا، لان عندهم منجم هناك كده يقدر من خلاله يستخرج منه الخامتين دول. بس في حاجة كده لازم يعني علشان يروح هناك ويستخرج المعادن اللي عايزها لازم يعني يكون متسجل في نقابة الحدادين هناك، وده طبعا مستحيل يحصل لانه اصلا في نقابة. بس في خدعة كده ممكن يعملها، وهي انه ممكن يروح هناك لمهمة تبعهم كده ويهزم الوحوش اللي هناك بالحب يعني، وبكده بعد تنفيذ مهمته يقدر يستخرج المعادن اللي عايزها هناك. وفي نفس الوقت اللي توكيمي كان بيفكر فيه في المهمة دي بارك ظهر قدامه فجأة وقام قال له بقول لك ايه، ما تفكك من اللي بيقولوا موظف الاستقبال الاهطل ده علشان انا جايب لك مهمة كده اجمد بكتير. هو انت اصلا تعرف ان بولتن بتعاني من نقص خشب؟ انا عايزك بقى تروح الغابة علشان تقطع لنا كده خشب كده يستخدمه الصيادين. ولما توكيمي قال له عناية يا زعيم وبتاع، الزعيم رد عليه وقال له بما انك طيب كده وكيوت فلازم استغلك بقى، عايزك برضه في مهمة تانية كده. في حداد طلب حارس شخصي ليه لرحلته في هوارس، فانا عايزك بقى تكون انت حارسه الشخصي، ولو عملت كده هرقيك لمستوى فه، واصحابك بقى التانيين دول هرقيهم لمستوى يه. وعلشان تكون طيب وافق على طلبه. بس سأله بقى هي رحلة هوارس دي بتقعد قد ايه؟ وقتها بقى موظف استقبال عرفه ان الرحلة دي بتقعد 7 ايام بعربية بحصان عادي، لكن بتقعد 4 ايام لو بعربية حصان وحش. وفي اللحظة دي بقى وفي وسط كلامهم ظهر واحد توكيمي ما كانش يتوقعه، وهو ريان اللي كان مسافر معاه بولتن في العربية، وظهر ساعتها بعد ما نفذ مهمته ونجح فيها. وقتها توكيمي عزم عليه انه يجي بيته علشان يتغدى ويستريح، وتحس ريان كده ما صدق ووافق على طول. ولما راحوا البيت توكيمي بقى قابل التاجر بتاعه، وساعتها بقى طلب منه يوفر له عربية حصان وحش كده علشان يعني ينفذ المهمة بتاعته. فالتاجر وافق بس بشرط صغير، لما يرجع بقى من مهمته وينجح فيها عايزه يبعت له يعني شوية من الخامات اللي هيستخرجها بالجملة. فتوكيمي وافق.
وزي اي استغلالي في بولتن ديت، التاجر بعدها طلب منه برضه يصنع له تلاجات زي اللي عنده بعد ما يرجع. وهو بيطلب منه كده كان عمال يحرك في باب التلاجة لحد ما قربت تتخلع في ايده، فتكون مترجاه انه يسيب التلاجة في حالها ويرحمها بقى ويرحمني. وبعد ما مشي التاجر تكومي مشي مع ريان. وبعد مدة صوفيا كانت بتبص من الشباك لانها كانت قلقانة على تكومي بما انه اتأخر، فقررت تخرج من البيت علشان تدور عليه. وبالفعل بنشوف تكومي مع ريان لوحدهم كده بيتمشوا، وفجأة ريان شاف واحدة كده مقاتلة في وسط الغابة اللي هو فيها، وكان خايف جدا ساعتها منها، فمسك ايد بقى تكومي وقال له تعالى نهرب بسرعه من المكان ده. لكن مفيش بعدها بثانيتين بس المقاتله دي هجمت عليه وادته علقه محترمه. وبنبص نشوف مين دي، تطلع بقى مين؟ صوفيا، اللي تكومي اول ما شافها عرفها ان ريان ده صاحبه يعني ماهوش مؤذي. فبعدها هي وتكومي انحنوا لريان علشان يعتذروا له يعني على العلقه اللي خدها دي. وبعد ما اتصالحوا ريان راح معاهم البيت، وساعتها اتصدم من شكل كيكب اللي بقى شكلها جميل جدا، وحسد بقى تكومي على حياته الجامده دي، قصر واتنين عبيد معاه وبيحبوه جدا وكيكب وحاجه اخر روقان. ومن حسرته على خيبته وحظه النحس راح الحمام وقعد يعيط. وبعد العياط ده كله قام مشي بقى. ساعتها بقى تكومي دخل اوضته علشان يطور اسلحته بالسحر بتاعه، لان المفروض بكره يبداوا في مهمتهم خلاص. وبالفعل تاني يوم راح مع الحداد كحارس ليه وركب معاه العربيه. وبعد شويه زي من الكلام ده التاجر قابل مندوب من ملك المملكه اللي هم فيها، واللي بيشكره تاني يعني على مجهودات تكومي في اللي عمله في بولتن ده، وقصده هنا على التوليتات وكل الحاجات اللي عملها تكومي. وبنعرف منه بقى ان المعلومات دي مش بس وصلت لملك المملكه اللي هم فيها، لا ده كمان ممكن تكون وصلت للامبراطوريه المعاديه ليهم، امبراطوريه سيدونيا المقدسه. وقتها التاجر اتخض جدا وقلق على تكومي، لان لو استهدفوه الناس دي مش هيرحموه. ولما بنروح هناك بنشوف نفس الولد اكيرا لسه في تدريباته اللي ما بتخلصش، ونفس البنت برضه اللي مش بتكون طايقه حد حواليها اكاني، لان زي ما قلنا هي حاسه انها مجبوره تكون في وسط قتال طول الوقت وهي مش عايزه كده. المهم بقى بنرجع لتكومي تاني اللي وصل خلاص للمهمه اللي رايحه مع الحداد، بس قبل ما ينفذ المهمة استعمل سحر الحماية علشان يحمي الحداد من أي خطر. وبعدها سابه وراح مع صوفيا وماريا للغابة علشان يعني يقطعوا شوية شجر كده وياخدوا منه الخشب، وبعدها يودوه البارك ويخلصوا المهمة. وقتها بقى سأل صوفيا هو ايه الفرق بين الأشجار العادية وأشجار الترنيد دي، فجاوبته بقى بأن مفيش فرق، بس نقدر نفرقهم لو استعملنا السحر الحسي. فاستعملت سحرها بقى الحسي وجربت كده، وبالفعل قدرت تعرف ان الشجرة اللي قدامهم دي هي ترنيد. ساعتها بقى تكومي جري بمنتهى السرعة علشان يقطعها، بس في خلال جريه ده الترنيد بقى خرجت فروع منها من تحت الأرض وهجمت بها صوفيا وماريا. فصوفيا وماريا استعملوا درع الحماية وحموا نفسهم، أما تكومي ففضل يخبط في الشجرة لحد ما وقعت، وافتكر بكده أن الخطر زال. بس لا يا زعيم، دي صوفيا عرفته أن أشجار الترنيد دي بقى ملمومين حواليهم علشان ينتقموا منهم. وقتها كل واحد فيهم استعمل سحره على طول. في الاول بقى كلهم استعملوا سحر الهواء القاطع وضربوهم بيه، وبالسحر ده قدروا يوقعوا معظمهم فعلا، وافتكروا بقى ان خلاص الخطر زال. بس لا، ده ظهرت فجأة قدامهم شجرة ترنيت عجوزة جدا وضخمة، واللي تكومي مهما ضرب في فروعها بتضربه بفروع تانية. ساعتها صوفيا حذرته ان لازم يعني يتفادى ضرباتها باستعمال سحر النار بسيفه بحيث يحرق الشجرة دي خالص. وبالفعل تكومي سمع كلامه واستعمل سحر النار، وكان لسه بقى بيستعد يهجم عليها قامت صوفيا شلت حركتها بالسحر بتاعها علشان ما تتحركش وتأذيه. وبعدها على طول تكومي قام هوبا نطت من مكانه وقام ضاربها بسيف النار اللي في ايده، وبعدها الشجرة على طول العملاقة دي اتحرقت. وبكده نقدر نقول انهم قدروا اخيرا يتخلصوا من كل اشجار الترنيت اللي في الغابة. لكن وتكومي ماشي كده لقى تفاح كبير جدا نازل من الترنيت ده، فصوفيا عرفته ان ده اسمه تفاح المعجزة وده نادر جدا. فتكومي قرر ياخد التفاح ده معاه البيت. تاني يوم بقى الكل راح لمدينة هوارس بقى علشان يروحوا للمنجم ده. فالحداد بقى حذره ان لو عايز يخرج من المنجم ده عايش لازم يتوقع اي وحش يطلع له في اي وقت وياخد باله من اي حاجة. والكلام ده بالعكس مش خوفه، راح بعدها المنجم وفضل يدور على المعادن اللي عايزها. وبالفعل وهو بيحفر كده اخيرا لقى بقى الخامات اللي كان عايزها، بس مش معقول ياخدهم كده معاه بالسهولة دي. احنا عارفين طبعا ان في وحوش هنا، وفي ثانية الا ثانية بقى الكل بيسمع اصوات وحوش في كل حتة. بس المفاجأة ان لما خرج الوحش ده وبان قدامهم تكومي قتله بمنتهى السهولة بسحره. وده طبعا خلى الحداد يستغرب جدا، لان الوحش ده مش بالسهل ابدا يتقتل، لكن بالسحر كل حاجة ممكن تحصل. تاني يوم بقى زعيم تكومي رجع بولتن تاني واتدرب مع الحداد اللي معاه ازاي يدمج الخامتين اللي استخرجهم دول مع بعض بحيث يقدر يطور اسلحته واسلحة ماريا وصوفيا بيهم. وبالفعل طور الدرع والسيوف والرمح واداهم لصوفيا وماريا. وقتها كانوا الاتنين مبسوطين جدا بالاسلحة اللي معاهم دي، وصوفيا راحت بقى لحد عنده وشكرته. والكلام ده كله كان باين قدام نولين الحاكمة وكانت فخورة بيه جدا. بس ده لحد ما استشعرت ان في خطر ممكن يجي على تكومي، لانها دلوقتي بتشوف سيف كده فيه دم، وعلى الناحية التانية بقى في
الإمبراطورية السودانية المقدسة. بنشوف فيها الحاكم وهو بيشجع أكيرا وواحد معاه كده على المهمة اللي هو مديها لهم. لسه ما نعرفش إيه المهمة دي بس هنعرف قدام، وبيكون واضح كده إنه ناوي على شر كبير. بعدها بنروح لحاكم المملكة اللي توكومي منها، وبنشوفه بيقرأ رسالة كده جاية من الإمبراطورية السودانية دي، وبيعرفوه فيها إنهم سمعوا إنه عندهم ساحر يقدر يستعمل سحر التطهير وسحر الضوء، فهم بقى حابين يعرفوا تفاصيل منهم أكتر عن السحر ده، وبيعرفوهم إنهم هيبعتوا رسول ليهم بعد كام يوم. وطبعا الرسالة دي رعبت الحاكم جدا لأنها تعتبر كده رسالة تهديد ليهم وتدخل في شؤون البلاد، فحلف بالله إنها تكون سواد على الكل. وبالفعل بعد كذا يوم كده رسول من المملكة السودانية جه المملكة دي واستقبلوا حاكم المملكة، واللي قالوا بقى الرسول ده كلام خطير جدا، وهو إن سحر التطهير اللي بيندرج تحت سحر الضوء هو في الأساس من براءة اختراع الكنيسة بتاعتهم اللي اسمها النور. وهو سمع عن السحر ده إنهم استخدموه في صناعة التواليتات وتنظيف المجاري، ودي تعتبر إهانة للسحر ده أصلا. فبالتالي علشان يصلحوا اللي عملوه لازم يسلموا الشخص اللي استخدم السحر ده، ولازم يسلموه فورا لمملكة سيدونيا. وبعد ما الحاكم سمع الكلام ده قعد يضحك وقال له الكلام ده ممكن يحصل عند خالتك، مش في المملكة بتاعتنا، والساحر اللي عمل كده مش هيروح لكم في أي حتة. بعدين تعالى هنا، لو فعلا سحر التطهير أصله من عندكم، طب ما تعملوا انتوا السحر ده هناك بقى وتصنعوا التوليتات براحتكم، ولا هو السحر بتاعنا اللي عليه عسل يعني وجبنه نستن؟ واول ما قال كده الرسول اتعصب جدا، وبعدها الرسول هدد الحاكم وقال له انه لو مش نفذت اللي احنا بنقوله ده هيخلي كل كهنه الكنيسه بتاعت النور دي ينقلبوا عليكم. ساعتها بقى الحاكم اتضايق بقى وقال له اعلى ما في خيلك اركبه، وانسى بقى فكره ان السحر ده يتسلم ليكم. بعد بقى كذا يوم يا زعيم الخبر ده وصل لتوكومي عن طريق التاجر، فتوكومي كان قلقان جدا على نفسه، لكن التاجر طمنه انه ما يقلقش، الحاكم هيحميه من اي ضرر، هو بقى من الشخصيات المهمه خلاص في البلد دي وهو بنفسه عايز يقابله. فتوكومي وقتها اتخض جدا اكتر من الاول، ما هو ما كانش متوقع ان حاكم المملكه بنفسه كلها ممكن يطلب منه طلب زي ده في يوم يعني. المهم بعدها قعد مع ماريا وصوفيا علشان يعرفهم انهم هيروحوا العاصمه علشان يقابلوا حاكم المملكه، وعرفهم برضه انه بيفكر يصنع لهم بدله كده فيها سحر يحجب الوعي، علشان لو بعد الشر يعني في خطر في طريقهم العدو مش هيقدر يشوفهم اصلا. فصوفيا وماريا رحبوا جدا بالفكره دي لانهم كمان شايفين انها حاجه ضروريه جدا. وبعد شويه كده تاكومي راح الكنيسه علشان يدعي ان ما يحصلوش حاجه في الطريق، وقتها بقى الست نولين استدعته علشان تتكلم معاه، وقالت له بقى ساعتها وهي بتضحك انا سمعت انك رايح امبراطوريه السودانيه دي. فتوكومي قال لها انه بالفعل رايح، بس في حاجات عايز يعرفها قبل ما يروح هناك. اولا ايه طبيعه كنيسه النور يعني اللي في السودانيه دي؟ والسؤال ده بقى ضايق نولين جدا، وكان اجابتها بكل بساطه ان في الوقت المناسب هتعرف كل حاجه. وبعدها بصت له وعرفته ان المحاربين التانيين اللي كان المفروض يتم استدعائهم لسه ما جوش وهيجوا بعد سنه، فبالتالي بقى هو الوحيد اللي هيقف دلوقتي ضد مملكه السودانيه اللي يعتبروا يعني اعداء ليهم. ساعتها بقى توكومي اتصدم جدا، لان ازاي كان جه غلطه وهي اصلا يعني ما استدعتش الباقي وما فيش غيره جه. ولما سالها نولين بقى ما رضيتش تجاوبه بقى وقالت له وقتك خلص. بعدها على طول توكومي نزل الارض تاني، نزل بقى وهو متاكد ان نولين مخبيه عليه حاجه، بس تجاهل الموضوع ورجع بيته تاني وصنع البدله اللي كان قال عليها بتحجب الوعي دي، ولبسها بقى لصوفيا وماريا اللي كانوا مبسوطين بيها جدا. بعدها عرفهم انه بيفكر يصنع العربيه اللي هيسافروا بيها بنفسه. وقتها ماريا وصوفيا اتحمسوا للفكره دي وشجعوه، وماريا بقى عرفته انه علشان يخلي العربيه دي سريعه يخلي الحصان اللي بيمشيها من نوع احصنه الدريك لانها اسرع احصنه في العالم. فتوكومي بقى سمع كلامها وخرج علشان يدور له على واحد منهم، وساعتها بقى بيدوروا وهم لابسين العبايه بتاعتهم. المهم وهم ماشيين كده ذئب كده متوحش ظهر قدامهم، ولسه كانوا بيستعدوا علشان يقتلوه قاموا بقى لقوه جري في الاتجاه التاني، فعرفوا ان العبايه السحريه اللي لابسينها دي جابت نتيجه وفعلا بتمنع الاعداء انهم يشوفوهم. بس صوفيا ما كانتش عايزه كده وقلعتها لانها بتكون عايزه تتدرب على القتل، ولما قلعتها قامت هوبا بسلاحها طحنت بيه الذئب ده. فماريا كانت عايزه تاخد اللحمه بتاعته علشان يعني تطبخها وكده، وبالفعل فضلت تقطع في لحمه. اما توكومي بقى فكان هو وصوفيا بيقطعوا في الشجره علشان ياخدوا خشب لانهم هيستعملوه في صناعه العربيه اللي هيعملوها. وفي نفس الوقت برضو كيكي كانت عايزاهم ينجزوا كده ويبقوا اسراع علشان يشوفوا الحصان ده، بس لما نادتهم ولا واحد فيهم عبرها، فاضطرت تستكشف هي المكان بنفسها، وفضلت بقى تمشي لحد ما لقت الحصان ده فعلا، لكن للاسف كان مصاب وكان خايف منها، واللي اصابوه هم وحش النمله العملاقه اللي اول ما شافت كيكا وكانت عايزه تهجم عليها، بس كيكا بقى استخدمت خيوطها وقتلتها. واول ما عملت كده يا زعيم جيش من النمل اتجمعوا حواليها علشان ينتقموا
ينتقموا للنملة اللي اتقتلت دي. فكيكب بقى حمت نفسها مع الحصان بخيوطها، بس النمل اتجمع وفضل ياكل في الخيوط دي. وفي الوقت ده بقى كيكب ما كانتش عارفة تعمل ايه، كل اللي قدرت تعمله انها حاولت تستدعي توكومي يعني بدماغها، لكن للأسف توكومي ما كانش بيرد خالص عليها. ولما حس الحصان بقى ان مفيش فايدة وكده كده هيموت، قام استسلم بقى واغمى عليه. في نفس الوقت برضه اللي الخيوط كانت عماله تتاكل من النمل، فكيكب بقى اعصابها تعبت وفضلت تصرخ باسم تاكومي، بس للاسف وقتها الخيوط اتفكت خالص، فحضنت الحصان وهي مرعوبه جدا. لكن بعد شويه بنكتشف ان اللي دخل الخيوط دي هو تاكومي اللي كان بيدور عليها في كل حته وقلقان عليها، وطمنها ساعتها لما لقاها انه اتخلص من كل النمل اللي كانوا بره. فكيكب وقتها حضنته وشكرته جدا على انقاذها ليها، وعرفته ان الحصان اللي معاها ده مجروح ولازم يتعالج. ساعتها بقى توكومي استعمل سحره علشان يعالجه، لكن المفاجأة ان الحصان ده صد سحره. في نفس الوقت صوفيا استشعرت بالخطر حواليها، وحذرت توكومي انها حاسة ان في وحوش قريبين منهم، فلازم يمشوا دلوقتي يا اما هيموتوا، لكن لو مشوا يا زعيم هيضطروا يسيبوا الحصان ده هنا لانه يعني مغمى عليه، وده بقى اللي كيكب مش عايزاه خالص. فترجت بقى توكومي انه يتصرف بسرعة. وقتها توكومي استعمل سحر وخرج جيبه السحري وحط كيكب والحصان فيه، والحركة دي بقى خلت صوفيا تقلق عليه اكتر، لان يا زعيم الجيب السحري ده بياخد منطقة صاحبه، يعني ببساطة كل ما تحط حاجة في الجيب السحري ده كل ما تحس بقى بتقلب جسمك كأنك شايل اللي انت حاطه ده على ظهرك. ولما صوفيا حاولت تطمن عليه، توكومي قال لها انه كويس وبيقول لها كده بس، لكن في الحقيقة هو تعبان جدا جدا. وفي لحظة بعدها من كتر التعب اغمى عليه، وصوفيا وماريا شالوه وحطوه في السرير. وعلشان تنقذ صوفيا توكومي من اللي هو فيه ده، قامت بقى استدعت كيكب علشان تكلمها، وقالت لها ساعتها ان توكومي في خطر طول ما الحصان ده جوه جيبه، فلازم هي والحصان يخرجوا حتى علشان يعرفوا يشفوا الحصان. فكيكب بقى وافقت وقالت لها حاضر. وبعد ما خلصت كلام معاها كانت حابه تخرج علشان تجيب اعشاب طبيه كده للحصان ده، بس وقتها ماريا طلبت منها انها تقعد هي مع توكومي، وماريا بقى هي اللي هتروح تجيب الاعشاب بنفسها. وبالفعل قعدت هي جنب توكومي طول الليل، وطول ما هي كانت قاعده جنبه كانت بتحاول بجهد انها تفوقه يعني وتصحيه. وبالفعل في اخر اليوم كده صحي توكومي اخيرا، وساعتها بقى شكرها جدا لانها كانت جنبه طول الليل. ولما سالها عن الحصان، صوفيا عرفته ان الحصان بامان يعني مع كيكب بره، فطلعوا بقى كلهم علشان يشوفوا هيعملوا معاه ايه. ولما خرج لقى الحصان لسه خايف منه، فقرر يستعمل سحر الترويض علشان يقدر يروضه، وبالفعل عمل كده وخلاص الحصان بقى تبع توكومي ومبقاش خايف منه. وبعدها توكومي استعمل سحر الشفاء علشان يشفي كل جروحه، ولما اتشافت جروح الحصان قدر يقف على رجليه تاني بعد ما كان شبه ميت، والكل كان مبسوط جدا بشكله الجديد ده. بعدها بقى بدأوا كلهم يقترحوا اسم ليه، بس القرار الأخير كان لتوكومي اللي اقترح اسم كاميليا، اللي عجبت بيه بقى كيكب جدا، والكل كان متحمس قوي لأن في حيوان جديد اتضاف للعيلة خلاص، وبدل ما كانوا 4 بقوا 5. تاني يوم بقى يا ابو الزعامة بنشوف انسان على شكل وحش في متجر عبيد، وماسكه نفس كتاب الخيمياء اللي توكومي كان ماسكه قبل كده وبيتعلم منه، وكان حاليا في واحد من الاسياد كان بيدور على العبد. فلما تاجر العبيد عرض البنت دي عليه استهان جدا باللي تقدر تعمله، لان الخيمياء في البلد دي مش مهمه قوي يعني ولا هتفيد الناس في حاجه. فلما لقى ان الحاجه دي بس اللي تقدر تعملها قام رافض ياخدها ومشي على طول. وبعد ما عمل كده التاجر راح جبر بخاطرها وقال لها ما تزعليش، اكيد في يوم هيجي سيد يقدر موهبتك في الخيمياء اللي بتحبيها. وبنعرف ان البنت دي اسمها ريفا، وهي في الاساس مش عبدة اصلا، دي كانت عايشة عادي كده مع اخوها الصغير وامها، بس كانوا ناس على قد حالهم يعني وفقراء. فقررت ريفا انها تروح متجر عبيدة علشان تجيب فلوس من السيد اللي هياخدها. المهم بقى عند توكومي بنشوفه حاليا معاه نفس كتاب الخيمياء اللي كنا شفناه من شوية، وهو دلوقتي بيشتغل في الورشة بتاعته. ولما خلص شغل خالص راح بقى اتغدى مع ماريا وصوفيا، وساعتها بقى عرفهم انه النهارده مش فاضي، وده علشان وراه شغل كتير جدا في ورشة الحدادين، فيعني محدش يستناه. وقتها بقى ماريا وصوفيا قالوا له انه بقاله كذا يوم مرهق كده ومش بيشم نفسه، وده خطر على صحته. بس توكومي عاند بقى وقال لهم لا انا كويس زي الفل، انا بس هخلص شغلي وهاجي ارتاح عادي يعني. ولما مشي توكومي بقى راح للنقابة علشان يسجل حيوانه الأليف التاني. ساعتها بقى حس ان الدنيا خربانة هناك، وسمع بقى الكل عمال يتكلم عن وحش مفترس شافوه في المدينة. فراح سأل موظف الاستقبال اللي هو فيه ايه اللي بيحصل هنا، ليه يعني كل الناس دي مخضوضة كده. فجاوبه بقى وقال له ان في حيوان مجهول كده الناس شافته في الشارع عمرهم ما شافوه قبل كده، بس في واحد معين كده رسم حتة منه. ولما بقى توكومي شاف الصورة
حس ان الحيوان ده يعرفه، وبعدها على طول الحصان خرج من جيبه علشان يظهر نفسه كحيوان أليف. وبنعرف بقى ان الحيوان ده هو نفسه الحيوان اللي هم بيدوروا عليه. وقتها بارك قال لتوكومي تعالى لي مكتبي بسرعة، فتوكومي وهو خايف قال له حاضر بس بلاش ضرب بالله عليك. على الجانب التاني بنشوف صوفيا وماريا وهم عمالين يتمشوا كده في السوق علشان يجيبوا اكل لتوكومي. في اللحظة دي بقى صوفيا عرفت ماريا انها بتفكر تجيب عبد كده لتوكومي بيفهم في الخيمياء علشان يعني يساعده في الشغل، بدل يعني ما هو مش بينام خالص يعني من كتر الشغل. وبعد ما تمشوا وجابوا اللي عايزينه وراحوا بقى لتوكومي في الورشة علشان يطمنوا عليه. وهناك بقى اتصدموا جدا لما لقوا توكومي مغمى عليه. ساعتها الحداد اللي معاه قال لهم ان توكومي بقاله كذا يوم مش بيرتاح ابدا، وكل ده علشان يصنع العربية اللي عايز يسافر بيها، يعني مهما كان مستعجل عليها لازم يرتاح برضه. وقتها بقى ماريا وصوفيا قالوا عليه اكتر بس فوقوه بقى علشان يشوفوه عمل ايه في العربية دي. وبنشوف العربية بره الورشة زعيم حاجة في منتهى الفخامة، عربية يعني بشواتي يعني مش اي حد يركبها. وماريا وصوفيا كانوا مبهورين بيها جدا، بالذات لما دخلوا جواها وشافوا كل حاجة توكومي عملها. ولما بنشوف احنا كمان يا زعيم بنحس اننا دخلنا قصر مش عربية. وكمان لما حركوها ماريا صممت ان هي اللي تسوق، وصوفيا وتوكومي كانوا قاعدين مع بعض جوه. وقتها صوفيا كانت مستغربة ان رغم العربية بتتحرك هي مش حاسه يعني بحاجه انها تتحرك وكده، كانها يعني قاعده في بيتها. وده بيبين قد ايه ان توكومي تعب في الايام اللي فاتت علشان يعمل العربيه دي. وبعد مده مش كبيره يا زعيم وصلوا بقى لمكان حاكم المدينه اللي التاجر توكومي كان معاه، ومعاهم كمان صاحبهم علشان يحموهم في الطريق وياخدهم معاه لحاكم المملكه. ساعتها بقى التاجر لما بص على العربيه كده اتصدم جدا من جمالها، وطلب بقى ساعتها من توكومي انه يعمل له عربيه زيها بالمبلغ اللي هو عايزه. وكمان الحاكم طلب نفس الطلب بس هو بقى حدد الرقم، والرقم مش هتصدقه بالزعامة لانه بيكون 100 بلاتينيوم، دي حاجة كبيرة برضه. يعني باختصارا كده دول عاملين كده مليار ين يا عم، بس ياباني يعني. ما اكيد ياباني يا اسطى، انت ايه اللي انت بتقوله ده يا اسطى؟ المهم بعد ما اتبسطوا بقى بالعربيه ركبوها كلهم. جوه العربيه بقى بنشوف الحاكم بيكلم المساعد بتاعه وبيقول له بقى كلام خطير جدا، وهو ان توكومي خلاص بقى من اهم الشخصيات اللي في البلد هنا، يعني لازم حمايه 24 ساعه من عامه الشعب، وحماية طبعا من الأعداء واللي هم إمبراطورية سيدونيا دي. واللي بنروحها دلوقتي وبنشوف البنت اللي بنشوفها كل مرة وهي ماسكة كتاب كده بيتكلم عن المملكة اللي هي فيها. وبنعرف بقى من الكتاب ده إن البني آدمين بقى اللي على شكل وحوش دول أصلهم من هنا، يعني البنت اللي شفناها في دار الأيتام قبل كده أصلها من سيدونيا. المهم بنرجع تاني لتوكومي واللي وصل بالسلامة الحمد لله هو واللي معاه، وراحوا بقى ساعتها القصر فخم جدا جدا لحد بس ما يقابلوا حاكم المملكة بعد 5 أيام. لما بقى دخلوا القصر التاجر قال له عايزك في كلمتين كده يا حاج توكومي، والكلمتين دول يعني انه بيأكد عليه انه يعملوا عربيه زي العربيه الجامده اللي هو لسه راكبها ونازل منها دي، مش علشانه ده بس علشان يديها لحاكم المملكه، دي ابسط هديه ممكن يديها له. فتوكومي اضطر انه يوافق وراح قعد مع صوفيا وماريا علشان يعرفهم يعني وراه شغل تاني الايام اللي جايه، فيعني ما يلاقوش عليه. وقتها صوفيا وماريا اتضايقوا جدا لانه بقاله كتير هالك نفسه في الشغل وناسي صحته. في الوقت ده بقى صوفيا صممت انه لازم حد تالت يجي البيت، بس المره دي تكون شاطره جدا في الخيمياء علشان تساعده في شغله. وبعد بقى ما تحايلوا على توكومي علشان يوافق على الكلام ده راح بعدها لسوق العبيد اللي في العاصمه، وهناك بقى طلب من صاحب المكان يجيب له كده واحده شاطره في الخيمياء. فقام على طول جاب له ريفا اللي كنا شفناها ماسكه كتاب قبل كده، واللي بتكون مش مصدقه خالص ان في حد طلب المهنه دي لان المهنه دي مش معروفه خالص في المدينه. وعلشان توكومي يعرف اذا كانت يعني شاطره ولا لا اختبرها كده اختبار بسيط، والبنت ساعتها كانت متردده جدا في الاجابه ومش عارفه يعني لان في بلدهم الخيمياء يعني او الخيمياء بيشتغلوها بطريقه مختلفه. فقعدت بقى تعيط زي العيال لكن في نفس الوقت كانت بتجاوب باللي هي عارفاه. فتوكومي بعد اجابتها دي قال لها مبروك هتعيشي معايا من النهارده. البنت طبعا ما كانتش مصدقه نفسها وحاسه نفسها يعني في حلم وكده، واخيرا يعني مش هتبقى عبده بس هتبقى عبده عنده يعني عادي. ولما سالها توكومي عن المرتب اللي هي عايزاه عرفته انها مش عايزه ليها حاجه، هي عايزه الفلوس كلها تتبعت لبيتها على طول. والكلام ده خلى توكومي وصوفيا يستغربوا منها جدا لان دي حاله اول مره يشوفوها، ما هو ما فيش يعني حد في الزمن ده بيشتغل ببلاش. المهم مشوا كلهم مع بعض بعدها راحوا البيت، ولما راحوا ماريا وكيكي برحبوا بالبنت الجديده جدا. وماريا ساعتها قالت لها بص احنا مش هنخليكي تعملي حاجه في البيت، انا وصوفيا اللي هنطبخ ونغسل المواعين، انت بقى هتدلعي. وقتها ريتا حست انها تحب المكان ده قوي، اسمها ريتا ولا ريفا السكريبتر محشش المهم يعني.
على الناحية التانية في امبراطورية السودانية المقدسة بنشوف الرسول اللي كان راح لحاكم مملكة توكومي بينحني للحاكم وبيقول له ان العملية فشلت والمملكة التانية ما رضتش تجيب لهم الساحر اللي هو توكومي يعني. في الوقت ده الحاكم كان متضايق جدا لدرجة انه كان بيفكر يشن هجوم عنيف بجيشه عليهم، بس ساعتها بنته هدته كده وقالت له اهدى، بص يا ابويا احنا مش هنتهور، احنا نحاربهم بطريقة ذكية، احنا نروح نقول لكهنة الكنيسة بتاعتنا ينشروا خبر ان المملكة التانية بيستهزئوا بيهم ونربط بقى سحر التطهير في الموضوع ده. ساعتها كهنة الكنيسة النور دي يعني هتقلب على حاكم المملكة التانية، وبكده بقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، ودي الخطة الخبيثة اللي حاكم سودانيا قرر يعملها. المهم بقى نرجع تاني لتوكومي اللي بيوري ريتا العربية اللي بيصنعوها بالخيمياء علشان تتعلم، بس ريتا ما كانتش واثقة من كده قوي وبتقول له ان الخيمياء اللي هو بيستعملها دي متقدمة جدا وهي مش حاسة انها تقدر تكون زيه فيها. فتوكومي رد عليها وقال لها انت مش بس هتبقي زيي، انت هتبقي احسن مني كمان، انا عارف انا بقول ايه، وانا ان شاء الله هبقى جنبك لحد ما توصلي. والكلام الحلو ده خلى ريتا تتحمس جدا وعينيها تلمع. شوف كسبها. وبعد بقى ما توكومي يخلص العربية بمهاراته وشطارته بقى والحاجات الجامدة دي، راح بيها مع التاجر وفريقه القصر ملك المملكة. ومرة واحدة كده راجل عجوز راح ناحية توكومي ووقف قدام العربية وقال له ايه العربية الجامدة دي، معقول انت اللي صانعها؟ فتوكومي قال له اه. فالراجل قال له الشارع اللي وراه. لا دي من عندي. فتوكومي قال له انا بقى اللي صنعتها علشان تكون هديه بسيطه لحاكم المملكه دي كلها. فجاه بقى توكومي لقى الراجل العجوز ده بيناديه باسمه بيقول له تسلم ايدك يا معلم. فتوكومي استغرب كده وقال له انت عرفت اسمي منين؟ وفجاه كمان لقى التاجر وحاكم بولتن بيجروا ناحيتهم بسرعه وهم عمالين يصرخوا باسم فخامتك. ولما قربوا منهم انحنوا للراجل العجوز اللي بنكتشف دلوقتي انه حاكم المملكه، باينه فشخ يعني اللي هو محمد يعني. فتوكومي بقى اتصدم جدا انه كان واقف جنبه كده عادي واتكلم عادي يعني زينا. يا عم ما تكبرش الموضوع يا عم. فانحنى ليه بسرعه بقى واعتذر له على اللي قال له ادبه، مع انه ما قالش ادب والحاكم هو اللي قال لي ادبه، او انا اللي قلت ادبي مش مهم. فالحاكم قال له بقى مفيش داعي لاي اعتذار، انا بس اللي مش بحب الرسميات، انا اللي المفروض انحني ليك بسبب اللي عملته في مملكتي. انت عالجت مشكله الصرف الصحي في البلد، المشكله اصلا ان انا بنفسي كنت بعاني من المشكله دي ومش عارف احلها ازاي. فالملك بقى انحنى ليه في وسط صدمه توكومي واللي معاه. المهم بعد المحادثه الحلوه الجامده الكريمه دي دخلوا كلهم القصر وقعدوا قعده حلوه برضه، والحاكم بقى ادى لتوكومي هدايا كتير جدا بسبب اللي عمله. وبعد شويه من قعدتهم جوه مشي توكومي واللي معاه. ولما مشي بقى الحاكم كان مراقب تحركاتهم بنفسه من الشباك، وكان واضح انه خايف ومتوتر جدا لدرجه انه قال للحراس ما يقولوش لاي بني ادم ان توكومي كان هنا، لانه خايف جدا ان المقابله دي توصل لاعدائه اللي هي سودونيا يعني. صحيح يا زعيم انا ما قلتلكش المملكه اللي توكومي منها دي اسمها براكولا، برضه حاجه على جنب كده. وبنعرف منه برضه انه اخذ الاداه السحريه اللي تقدر تصنع منها تواليت علشان يقدر يصدرها للدول التانية وكل البلاد يكون عندها تواليتات بقى وحاجات كده يعني. هو مش ده بس اللي همه اكتر ان الاداة دي توصل لسودونيا. لو وصلت توكومي هيكون في خطر كبير، واللي بنروح له دلوقتي وبنتصدم بقى من اللي بيعمله، لانه حاليا بيمضي عقد شراء للقصر اللي هو عايش فيه. واضح كده ان الحاكم نغنغه جدا جدا بالفلوس. عامة بعد ما اشترى بقى القصر خلاص وبقى ملكه، قعد مع صوفيا وماريا وريتا علشان يتغدوا. بنروح بقى للامبراطورية السودانية المقدسة اللي عليها الجدل كله. بنعرف ان في مصيبة حصلت هناك، وهي ان واحد بالحراس قدر يجيب الوصفة السحرية بتاعت توكومي اللي حاكم مملكة براكولا صدرها. ساعتها بنت الملك ضحكت ضحكة بقى خبيثة كده وقالت هي دي بقى الوصفة السحرية اللي قلب المملكة كلها؟ احنا مش هنسكت على كده، انت حفرت قبرك بنفسك يا ساحر، قصدها على توكومي يعني. الكلام واضح يا سكريبتر، انت بتقول ايه يا اسطى؟ بروح بقى للساحر اللي بيكون واقف مع ريتا علشان يتكلموا. بنلاقي بقى ريفا بتقول له انها عايزه تسجل اسمها في نقابه المغامرين برضو زيهم علشان تبقى بقى في فريقهم وتقاتل معاهم، مش لازم تبقى خيميائيه بس. فتكون موافق واداها بقى فعلا النقابه وسجلها. وقتها موظف الاستقبال ساله قال بما ان فريقك كبر كده مش بتفكر ان يكون ليه اسم يعني؟ اي فرقه كبيره في النقابه لازم يكون لها اسم. فتكون قال له ايه ده، هو لازم حوار الاسم ده؟ واللي سمع السؤال ده بارك بقى اللي على طول بيكون لازم في قفاه. هقول له ساعتها انت بتقول حاجه؟ سمعت كده انك مش عايز يعني يكون لفريقك اسم، انت مش فارقه معاك فريقك؟ شفت كافيه فارقه معاك يا عم، بطل بيض بقى. فتكومي قال له هو في حاجه ولا ايه؟ انت مالك يا ريس؟ ساعتها بارك اخده لبره وفضل يلعب بيه، يعني يمسك ايده كده يحدفه من هنا لهنا. وطبعا بيعمل كده وهو بيقول له لازم تختار اسم لفريقك، ده فريقك يا عم اهم فريق عندي،
وكل ده بيحصل بقى وريفا عمالة تتفرج على سيدها وهو بيتهان. المهم بعد العلقة دي توكومي رجع البيت علشان يسأل الكل لو عندهم أي اقتراحات لاسم فريق، لأن بارك مصر يكون فيه اسم يعني لفريقه، فكل واحد منهم عمال يقول اسم عشوائي كده وزبالة يعني. وده بقى خلى توكومي يشك إنه بس لو عرض الأسامي دي على بارك هيديله علقة تانية، والكلام ده خلى صوفيا تتعصب جدا ودمها يغلي، لأن ازاي أي حد يجي ناحية سيدها ويضربه. وقتها توكومي قال لها يا ستي ما اخد العلقة، ايه المشكلة؟ ليه ندخل في مشاكل؟ ما عادي أنا راجوز أصلا، بعدين بارك ده راجل طيب جدا وايده تتلف في حرير. المهم بنروح بعدها لمملكة سيدونيا تاني، وبنشوف أكاني لسه بتتفرج على التدريبات اللي بتحصل. بعد بقى شوية دخلت أوضتها وقفلت على نفسها. ساعتها فتحت كتاب تاريخي كده عن كنيسة النور بتاعة المملكة، وعرفت بقى من التاريخ ده إن نولين بقى هي حاكمة كل العوالم، يعني المفروض سيدونيا يكونوا معاها أصلا مش أعداء ليها. ففهمت هنا إن المملكة وراها نوايا خبيثة جدا، لأنهم موهمينهم يعني إن نولين دي مش الحاكمة أصلا، موهمينهم دي يعني جامل وهم يعني، والحاكمة واحدة اسمها أنات. فترى بقى ايه هي نواة المملكة دي؟ وبس كده بيخلص طبعا لا بضحك لا. عامة بنروح بعدها لتوكومي اللي حاليا بيدي الخاتم السحري لريفا، لأنها خلاص هتروح معاه المهمات اللي جاية، وبعدها بياخدها وبيروحوا مع بعض كده للنقابة. وهناك قابل بارك بقى اللي مصدق يشوفه علشان يديله عرقة تانية. عرقة دي. وهناك بقى قابل بارك اللي ما صدق يشوفه علشان يديله علقة تانية، وقال له بقى ان في مهمة كده جديدة هو عايزه يعملها في بلد معينة كده اسمها كلبوس، والمفروض يروحوا يعني يقتلوا الوحوش اللي فيها. فتوكومي بقى وافق على طول، علشان بقى لو راح هيزود له راتبه كده ويديله فلوس كتير. تاني يوم بقى يا زعيم توكومي اخد الشله وراح بيها البلد دي، وركب العربيه بتاعته مع مساعد الملك علشان يحميه. وهنا بقى عرف توكومي منه ان البلد اللي رايحها دي فيها لبن، والملك عايز لبن بقى. وقتها توكومي بقى اتصدم جدا، لانه عمره ما شاف لبن في بولتن خالص. ازاي يا اسطى امال الشله دي ايه؟ المهم في نص الطريق كده قابله وحوش في الطريق سوري. المهم بقى في نص الطريق كده قابلوا وحوش في الطريق، فهاجموا عليهم كلهم لحد ما جابوا اجلهم. بعد شويه توكومي راح قصر تبع المملكه براكولا دي، وهناك بقى لقى الخدم بيقدموا له شوربه كريمه، ودي حاجه عجيبه طبعا لان الاكل ده طول عمره كان في العالم بتاعه بس، وعمره ما شاف اي حاجه من دي هنا. وبعد بقى ما اتغدوا كلهم خرجوا علشان يشموا شويه هوا. وعرفنا هنا من صوفيا ان البلد دي مش بس فيها حليب وكريمه طبخ كده، دي كمان فيها رز. سبحان الله، اول ما سمع بقى توكومي الرز تخيل نفسه قدامه اكله سمك بقى وفيها رز كتير وبتاع، وفي وهله كده توكومي يتخيل نولين قدامه. فقال في وسط الحديث ايه رايكم نسمي فريقنا اجنحه نولين؟ اوبا اسم جامد وكرييتيف. ساعتها الكل اعجب بالاسم جدا وراح حضنوه معرفش ليه. بعدها الكل دخلوا القصر التاني وتوكومي سبقهم، ولما دخل هو اتصدم ان في سم في الجو، فقفل بقه بسرعه علشان ما يقدرش يشم ولا يتنفسه. وفجاه بقى لها صوفيا وماريا متكتفين جنبه ومش عارفين يتحركوا من عصابه. واحد بقى من العصابه دي راح لتوكومي لحد عنده علشان يقتله. وقتها توكومي مسك سلاحه وقام هوبا استعمل سحره عليه وزقه، فبالتالي الراجل اتعصب جدا، بس ده ما منعش توكومي خالص انه يضربه بوكس كده ببطنه بخطوات سريعه جدا. وبعدها بقى كيكي خرجت من جيبه علشان تساعده وتضرب معاه، وبالفعل اتخلصت من اللي كان معاه ده. وبعد ما زال الخطر اخيرا استعمل سحر الشفاء علشان يشفي ماريا وصوفيا. وبعد ما فاق توكومي طلب من صوفيا تتواصل مع بارك علشان يحكي له يعني كل اللي حصل. ولما بارك راح قصره بقى امر حراسه انه ياخدوا العصابه دي للحاكم، فحطوهم بقى في عربيه وراحوا لحالهم. بس في مشكله في كلام بارك دلوقتي لتوكومي، لانه بيقول له ان اللي حصل ده لازم يوصل للحاكم. شكلها كده في مصيبه سوداء تحصل، يعني هزرنا بقى يجينا العكنانه بقى. وبالفعل يا زعيم توكومي راح لحاكم بولتن في اليوم التاني، وساعتها عرفوا بقى بكل اللي حصل. وبعد ما اتحرى عن الموضوع ده عرف بقى ان اللصوص اللي هاجموا على توكومي في بيته مش لصوص ولا حاجه ولا عصابه عاديه، دي مجموعه كده من كهنه كنيسه النور، اللي لو تفتكر دي الكنيسه اللي تبع امبراطوريه سيدونيا. يعني كده الصوره بانت. وقتها توكومي عرف ان حاكم سيدونيا مش هيسيبه في حاله وبقى مستهدف، وبيكون ندمان جدا يعني علشان عرض صوفيا وماريا للخطر. وفكر بقى بصوت عالي مع الحاكم انه يمشي من بولتن خالص ويروح بقى بلد تانية بحيث حاكم سيدونيا ما يعرفش مكانه. فالحاكم قال له لا، خليك هنا، انت هنا في امان اكتر، وما تخافش احنا هنحميك، وبسحرك كمان تقدر تحمي نفسك اكتر مننا. فتوكومي قال له ماشي. وبنعرف بقى من بارك معلومه مهمه جدا، اللي في الاصل هي سبب محاوله اغتيال توكومي من الاساس. السبب بقى من امبراطوريه سيدونيا بس،
لكن بقى كنيسة النور كانت فعلا بتستعمل سحر التطهير او سحر الضوء علشان تنظف المجاري وتحافظ على البيئة، لكن في المقابل كانوا بياخدوا من الحكام والشعب مبالغ كبيرة جدا لدرجة ان مفيش حد بيطلب منهم حاجة، فكده تكومي بيجي على اكل عيشهم. وبعد بقى ما فهمنا كل القصة دي تكومي راح بعدها على طول للنقابة بتاعته علشان حوار اسم الفرقة ده، وقرر زي ما قلنا اسم فرقته هتكون أجنحة نولين. ساعتها بقى موظف الاستقبال ساب شغله وقال له في معلومة كده لازم تعرفها، الناس هنا في النقابة عرفت بمحاولة اغتيالك، وشكل في مغامرين ممكن يتفقوا مع كنيسة النور عليك، وساعتها بقى لو ده حصل هيتفقوا بقى مع كنيسة النور انهم يعني يقتلوك بمبلغ كبير جدا، وطبعا كنيسة النور دي معاها فكة كبيرة. فتكومي بقى هنا حس بالخطر اكتر وحس انه محاصر من كل حتة، فراح على طول بيته وجمع شلته كلها قدامه وعرفهم ان من النهارده الوضع كله لازم يتغير لانهم خلاص ما بقوش بامان خالص، وبيعرفهم كمان انه بيفكر يعمل دايره سحريه حوالين القصر، وبيشرح لهم بقى وظيفه الدايره دي انها تحميهم بقى من اي خطر، وبيفكر كمان يجيب وحش يحمي القصر. فالكل ساعتها وافقوا وحسوا انها فكره حلوه، وبالفعل بقى من تاني يوم يا زعيم تيكومي بدأ في تعويذه الدايره، وكان معاه بقى ريفا اللي كانت بتساعده، وصوفيا كمان كانت معاه وبتسانده بالكلام وبتشجعه. وقتها عرف صوفيا انه علشان تعوذة الدايرة دي تكتمل لازم يكون معاه نواة الغولم، والغولم ده بقى زعيم وحش من الوحوش بيكون في جسمه كده نواة كده حمراء بيستعملوها يعني في السحر. فقرروا بقى يشوفوا الموضوع ده مع بعض ويدوروا يعني على الغولم ده بحرس القصر وياخدوا النواة بتاعته علشان التعويذة. وعلى الجانب التاني يا زعيم في امبراطورية السودانيا المقدسة الحاكم بقى هناك بيعرف ان اللي ارسلهم علشان يقتلوا توكومي اتقبض عليهم، فقرر بقى الحاكم الخنزير يستعمل السحر بقى مادام العافية مش نافعة. وبالفعل الحارس بتاعه بيقول له انه فكر في الفكره دي من قبله، علشان كده هو واللي معاه بيصنعوا دايره سحريه دلوقتي، بس هتاخد من 2 ل3 علشان تكتمل، وعلى اساسها يعرفوا يعملوا ايه في توكومي وفي الامبراطوريه بتاعته. وبكده بنفهم ان في مصيبه سودة ممكن تحصل لتوكومي. في نفس التوقيت ده زعيم توكومي كان بيحاول يعمل تعويذه الدايره بس ما كانش عارف يعني يعملها بشكل مظبوط لانه لسه ما عندوش النواه السحريه بتاعه الغولم، فراح بقى لصوفيا علشان يسالها اذا كانت تعرف مكان بيكون موجود فيه الغولم ده. ساعتها صوفيا عرفته ان بالفعل في مكان سمعت عنه واخدتهم بقى للمكان ده. وبنشوف الغلام يا زعيم شكله عامل ازاي، بنلاقيه عملاق جدا وفي الصدر بتاعه النواه اللي كنا اتكلمنا عليها. في البدايه كان الكل خايف جدا منه بس توكومي اتشجع وعمل مكانه علشان يقتله، وقتها صوفيا واللي معاها جروا علشان يحموه، بس توكومي برضه كان واقف قدامه وساعتها ما كانش حاسس باي خطر. الغريب بقى انه لما حاول يستعمل سحر الترويض استجاب معاه الغلام بكل سهوله، ده كمان بقى صغر حجمه علشان ما يقلقش منه، وده بيبين ان الغلام ده طيب وابن حلال ولازم نشوف له عروق. ايه ده؟ عامه الكل كان مبسوط جدا بيه وسموه كمان تايتن. بس المفاجاه بقى في اللي حصل بعد كده، لان اللي حصل بعد كده كان بدل ما العيله تزيد واحد توكومي قرر انها تنقص خالص، لانه جمع صوفيا وماريا وريفا وقال لهم انا خلاص ما بقتش عايزكم بام 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 با، مش علشان مش بحبكم بالعكس بام 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 با، انا عايزكم تمشوا لان الوضع بقى خطر عليكم. تن 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 امبارح كنت في خطر بسبب لما جم عصابة النور، خلاص بقى يا اسطى مش هقول تاني، الله اعلم بكره بقى هيحصل فيكم ايه لو كملتوا معايا. وقتها بقى ماريا قامت له وقالت له لو عايزنا نمشي لازم تواجهني الاول وتكسبني لان انا مش همشي. وفضلت بقى تعيط وهي بتتكلم وكانت يعني متأثرة جدا، والحركة دي خلت توكومي ينحني ليها ويتأثر هو كمان بكلامها لانها قالت له ان هي عايزة تفضل معاه وتحارب جنبه وما تسيبهوش، ولو هو خايف عليهم فعلا ما ينفعش يطلب منهم طلب زي ده. وصوفيا وافقتها بقى في كل الكلام اللي هي قالته. وقتها توكومي اعتذر لهم تاني على اللي قالوا وطلب منهم يعني انهم يسامحوه على الطلب اللي طلبوا منهم، ويا ريت يعني يعتبروه ما قالش حاجة خالص. تاني يوم بقى يا زعيم توكومي استعمل سحره علشان يخلي تايتن شكله مختلف، وخلاه كمان يتكلم وقدر كمان يصغر نفسه او يكبره على حسب ما توكومي عايزه. وبكده نقدر نقول ان قصر توكومي بقى بيحرسه وحش قوي جدا. وبنشوف بقى دلوقتي نولين وهي بتراقب توكومي من فوق وبتكون عارفة كل كبيرة وصغيرة بتحصل معاه، وفي وسط بقى ما هي مراقباه كده الحارسة بتاعتنا بقى بتروح لها وبتقول لها نولين في حاجة خطيرة جدا بتحصل، هنات حاكمة كنيسة النور شكلها هترجع، بس هترجع بروح شريرة وشكلنا كده داخلين على حرب. وقتها بقى نولين قالت لها انا كنت عارفة ان ده كان هيحصل، علشان كده بقى استدعيت توكومي واديت له قوة سحرية زي دي. واثناء بقى ما هي بتقول كده كانت بتبص في الدايرة السحرية اللي كانوا عاملينها حكام سيدونيا، اللي بقى واضح قوي يعني ان هيكون ليها علاقة بالحرب اللي كانوا بيتكلموا عليها، والله اعلم بقى الكلام ده اخرته ايه. على الجانب التاني بقى يا زعيم بنشوف قرية بيمشوا اهلها من غير سبب، واللي عمل كده بقى ناس بيسموهم النبلاء،
ودول زي البشوات عندنا زمان كده. يعني بنشوف واحدة هناك اسمها ماني اللي بتكون زعلانة جدا يعني لأنها هتسيب المكان اللي عاشت فيه طول عمرها، والقرية دي بقى تبع مملكة بركولا. فبالتالي أخبارية تهجيرهم وصلت للحاكم اللي طبعا اتضايق جدا بعد ما عرف الكلام ده. ولما بص بقى على الخريطة علشان يشوف يودي الناس دول فين، لقى إن مفيش غير مكان واحد بس مناسب ليهم. بس المشكلة إن المكان ده مليان وحوش. فعرض بقى على الحارس بتاعه يستدعي توكومي علشان يحارب الوحوش دول بسحره. وبالفعل توكومي استجاب للطلب ده وراح مع فريقه للمكان ده، وفضلوا بقى يحاربوا كلهم الوحوش لحد ما جابوا أجلهم. وبعد يوم واحد بس عرفوا يوصلوا للدور الأخير اللي في المكان اللي المفروض هيقابلوا فيه زعيم الوحوش. بس من الواضح كده إن الدنيا أمان دلوقتي والزعيم خافي نفسه. وفجأة وبدون مقدمات كرة عملاقة كده ظهرت في المكان فجأة، وفضلت تتحرك ناحية توكومي وفريقه لحد ما الحمد لله عرفوا يتخلصوا منها. وبكده افتكروا يعني إن الخطر زال. بس لا يا زعيم، ده بعدها ظهر زعيم الوحوش بنفسه اللي شكله بيكون مخيف جدا وبيكون عملاق قوي. وفي ثانية الوحش ده حرك ديله ناحيتهم اللي يعتبر كبير جدا جدا ويقدر يموتهم كلهم في ثانية. فعلى طول بقى توكومي نادى على كيكاب وتايتن وقال لهم بقى يشيلوا حركة ديله فورا. وفعلا بقى على طول عملوا كده، وتايتن بعدها ضرب ديله، وكيكاب بقى خرجت خيوطها ولفت ديله بيه. بعدها توكومي بقى قال لي يضرب بقى الضربة القاضية، فطلب من كل واحد من فريقه يستعمل سحره علشان يعني يموت مرة واحدة. وبالفعل الكل استعمل السحر الخاص بيه. وفي الاخر بقى توكومي استعمل سحر سيفه علشان دي تكون بقى الضربة القاضية خالص. وبالفعل زعيم الوحوش مات. وبعد العركة دي نكتشف ان كاميليا اتطورت لحصان تنين. وبكده خلاص توكومي نفذ مهمته. تاني يوم بقى راح للحاكم مع صوفيا، وبيدور ما بين الحاكم وتوكومي حديث شيق جدا، لان الحاكم هنا مش عايز من توكومي خدمة بسيطة، ده عايز منه يبني قرية كاملة. والطلب ده صدم صوفيا جدا، لان لو توكومي عمل كده الخطر هيزيد عليه اكتر واكتر. لكن توكومي طلب منها انها تسيب الحاكم يخلص كلامه ويعرف السبب واشمعنى هو يعني اللي مطلوب. فالحاكم بقى قال له ان سمع باللي عمله في قرية بوردا قبل كده، علشان كده اختار هو اللي يبني القرية الجديدة دي في المكان اللي حارب فيه الوحوش ده، لان القرية بقى سكانها مشوا بالقوة بأمر من النبلاء. فبالتالي بقى عايزين يخلوا لهم سكن. اول بقى ما توكومي عرف ان العمل ده انساني قام وافق على طول. ومن تاني يوم بالفعل توكومي بدأ في بناء القرية وعمل خنادق مائية بسحر، وكمان عمل اسوار. وصوفيا وماريا طبعا كانوا بيساعدوه. وبعد بقى 10 ايام من مهمته خلص البنى خالص. وبعد ال10 ايام دي طلب من صوفيا تروح لحاكم بولتن علشان تعرفوا انهم جاهزين خلاص يستقبلوا الكرويين. وبالفعل صوفيا راحت بكاميليا علشان تعرف الحاكم. ساعتها الحاكم اتصدم جدا انهم قدروا يبنوا قرية كاملة في 10 ايام بس، لكنه ما صدق طبعا يخلص بقى من المهمة دي، واستدعى على طول الكرويين علشان يروحوا المكان. ولما وصلوا كل الكرويين المكان اتصدموا جدا، لان في اسوار ضخمة وخنادق مائية وليلة كبيرة سعادتك، كأنهم كده داخلين كومباوند مش قرية. ساعتها الحراس سألوا توكومي هو انت عرفت تعمل كده ازاي؟ قال لهم عادي يعني بالسحر. وطبعا من ضمن الكرويين اللي دخلوا المكان ده هي ماني اللي بتكون ماشية لوحدها ومش بتكلم حد خالص. ساعتها بقى شافتها صوفيا وسألتها إذا كان ليها حد هنا ولا لأ، فقالت لها لأ ماليش حد هنا. وبنعرف بقى إن جوزها مات من فترة وهي لوحدها. وقتها صوفيا قالت لها طب إيه رأيك تيجي تعيشي معانا لو يعني بتعرفي تطبخي، ولو بقى وافقتي إن شاء الله تشتغلي مع السيد بتاعي طباخة. وقتها ماني ما ردتش، فصوفيا قالت لها هحجز لك ميعاد معاه وأقول لك. وبالفعل حجزت معاه ميعاد بقى وجابته. لكن الغريب إن لما توكومي عرض عليها مبلغ كبير مقابل الطبخ رفضت، وده لأن فكرتها عن النبلاء إنهم ناس يعني مش كويسين وبيستغلوا الناس ومش بيجي منهم اي خير اصلا. وتوكومي بالنسبه لها طبعا نبيل، فقامت بقى رفضت العرض بتاعه ومشيت. وبتكون بقى عماله تفكر يعني ما دام هي رفضت عرض توكومي يبقى اكيد يعني هيطردها من القريه. فقالت بقى تخرج هي بكرامتها بدل يعني ما تطرد. لكن لما خرجت من الاسوار يا زعيم كان في وحوش كتير حواليها. فقالت بس هي دي نهايتي، انا كنت عارفه ان انا نهايتي هتبقى كده. ومعلومه بقى ان ظهر وحوش جديده بره القريه وصلت لعمنا توكومي. فبسرعه بقى خرج هو وفريقه علشان يقتلوا الوحوش دي. وقبل بقى ما الذئاب تقتل ماني او تقرب منها حتى، توكومي وفريقهم قضوا عليهم وخلصوا عليهم في ثواني. وبعد ما خلصوا عليهم توكومي بنفسه راح لماني علشان يطمن عليها. ساعتها بس ماني حست انه مختلف ومش زي يعني نبلاء التانيين واللي كانوا يعني بيمشوهم من القريه. فانحنت ليه بقى وطلبت منه يعني انه يسامحها على اسلوبها قبل كده. وطلبت منه برضه انه لو ينفع يعني يجدد طلبه يعني بانها تبقى طباخه عنده. فتوكومي بقى وافق على طول وقال
لا اكيد لو عايزه تشتغلي من دلوقتي انا ما عنديش اي مانع. وعلى الجانب التاني بقى في امبراطورية سيدونيا المقدسة اخبريت ان توكومي انشأ قرية بنفسه وصلت للاسف للحاكم، وده عصب الحاكم جدا، فقرر هو وبنته يبداوا خلاص في خطتهم واللي هي لها علاقة بالدايرة السحرية دي، بما ان خلاص بقى عدى 3 شهور. وفي نفس وقت ما بيقولوا كده توكومي واللي معاه حسوا ان في حاجة غريبة بتحصل وان في طاقة سحرية حواليهم من كل حتة. فافتكر بقى توكومي كلام نولين ليه لما قالت له ان هي استدعته في وقت مختلف عن استدعاء الابطال التانيين، وهو بقى في الوقت ده دلوقتي. وطبعا توكومي بيكون مش مطمن لانه مش عارف بعد ما يجوا الابطال دول يعني هيحصل ايه. واخبريت ان الابطال جم راحت لنولين مع ان المفروض هي اللي تكون يعني استدعتهم، فكده عارفه. بس اللي حصل بقى المهم ان الدايره السحريه بتاعت امبراطوريه سيدونيا عملت العكس، خلت بقى كل الابطال يجوا ليهم هم. وبروح لامبراطوريه سيدونيا اللي عامله الجدل ده كله. بنشوف بنت الحاكم بتقول لاكاني بقى واللي معاها ان خلاص الوقت جه ولازم بقى الكل يستعد علشان يروحوا مملكه باركولا. وبالفعل الكل كان متحمس جدا انه يروح هناك ما عدا اكاني اللي تحس رايحه يعني وهي مجبره وشكلها كده ناويه على حاجه لما تروح هناك. المهم بنروح للقريه اللي توكومي عملها بنفسه وبنشوف فيها الكرويين بقى عايشين عيشه حلوه جدا. وبنشوف دلوقتي حدادين وحرفيين بولتن راحوا هناك بقى علشان يعلموهم يعني الصنعه بتاعتهم، واحده واحده فعلا اتعلموا كل حاجه. اما بقى امان القريه فهي تحت سيطره فريق اجنحه نولين. لكن فجاه وهم بيحاربوا الوحوش لقوا وحش شكله غريب كده وضخم جدا، وده يبين ان في وحوش جديده ظهرت في المكان هنا، ودي شكلها كده مصيبه سودة وممكن يكون بفعل فاعل وممكن لا. المهم بعد شويه كده جه حارس من حراس حاكم باراكولا علشان يعرف توكومي ان عنده مهمه ولازم يرجع بولتن تاني. بس بعد ما قال له كده بقى عرفه معلومه خطيره جدا، وهي ان الابطال تم استدعائهم بس راحوا مملكه سيدونيا. والخبريه دي بقى توكومي يقلق منها جدا لان كده باين خلاص ان الابطال دول مش هيبقوا حلفاء وممكن يبقوا اعداء. وبنفهم بقى دلوقتي مين الابطال دول طلعوا اكاني واللي معاها اللي بيستعدوا حاليا يروحوا امبراطوريه باركولا برجليهم، وكل الاستدعاءات اللي كانوا بيعملوها ديت كانت لغرض الحرب من الاول. المهم بنروح بقى الماني اللي حاليا بتطلب من توكومي انها ما تشتغلش طباخه بس لانها عايزه كمان تشارك كمغامره وتروح معاهم مهمات، والمهمه اللي جايه عايزه تبقى معاهم يعني. وبالفعل بقى توكومي اخدها وراحوا للنقابه تاني يوم علشان يسجل اسمها. لكن اللي حصل بقى هناك كان غير المتوقع لان اكيرا والشباب كانوا داخلين النقابه بدم حامي قوي وعمالين بقى يتخانقوا مع اللي رايح واللي جاي. ولما شافوا البنات اللي مع توكومي طلبوا منهم يعني ينضموا لهم ويسيبوا الواد الهايف ده اللي هو توكومي يعني. فالبنات ما رضيتش ورفضت طلبهم. اما بقى توكومي بكل هدوء قال لهم امشوا يلا من هنا انت وهو لحسن ازعلكم، وده بقى التحذير الاخير. ساعتها بقى اكيرا واللي معاها قالوا له انت بتقول ايه يا مهزأ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ وقاموا هوبا نطوا من مكانهم علشان يضربوا توكومي بسيوفهم. لكن توكومي بقى استعمل سحره من غير حتى ما يضرب ولا ضربه، والسحر ده خلى السيوف تتكسر بسرعه. ساعتها اكيرا اتصدمت جدا لان السيف اللي معاها ده المفروض مقدس يعني. بعدين بص لتوكومي كده وقال له هتندم على اللي انت عملته ده، وبعدها اخد زميله بقى ومشي من هنا. وساعتها بقى كان راحت لحد عنده وانحنت له واعتذرت له بقى يعني عن تصرف زمايلها. ساعتها توكومي راح لحد عندها ووشوش في ودانها وقال لها بصي انا هبقى في الفندق اللي عند البحيره انا والفريق بتاعي، فعايزك بقى تقابليني هناك. بعدها قام مشي من جنبها بسرعه. ساعتها بقى لما عرفت اكان ان ده توكومي اللي مملكه سيدونيا مش بتتكلم غير عليه وافقت يعني انها تروح له. وبالفعل بقى هربت من الناس اللي معاها وجريت منهم هي وعبدتها اللي اسمها لولو. بس الحراس كانوا حواليها في كل حته وعرفوا يمسكوها للاسف. ساعتها صوفيا راحت للحراس وقتلتهم واحد واحد واخدتها بقى من ايديها للفندق اللي هي وتوكومي فيه. ولما راحوا هناك اكاني سالت توكومي بمنتهى الصراحه اذا كان هو اللي تم استدعائه من نولين من سنه. فتوكومي بقى اعترف لها وعرفها على الحقيقه انه ايوه هو اللي تم استدعائه. وقتها صوفيا وكل الفريق اتصدموا جدا لانهم يعني ما كانوش عارفين ان سيدهم المفروض بطل من الابطال من عالم تاني. فقال لهم توكومي بقى انا هعرفكم كل حاجه، وعرفهم ان هو في الاصل ياباني ومن كوكب الارض وكان شكله مختلف اصلا عن كده. واكيرا كمان قالت له ان هي يابانيه برضه. بعدها انحنت ليه وطلبت منه المساعده لانها مش عايزه تبقى تحت رحمه حكام سيدونيا دي بعد كده. فتوكومي طمنها انها من النهارده معاه خلاص. وبعدها فك عقد كمان لولي اللي هي العبده يعني بتاعتها لانه يعتبر الطوق اللي في رقبتها اهانه ليها. وبعد ما عمل كده قال لهم علشان يبقوا في امان لازم يمشوا من هنا في اسرع وقت. فمن بكره الصبح بقى هيروحوا قصر في بولتن. وبالفعل على طول تاني يوم راحوا القصر، وعلى طول خلى ماريا تعمل لاكاني شوربه كريمه تستاهل بقها. ومن كتر بقى ما الشوربه كانت حلوه اكاني فضلت
تعيط. بعد شويه توكومي قاعد في اوضته وشكله كده بيخطط لحاجه لانه بيستعمل سحره، وفي لحظه طلب من ريفا تقول لكل اللي هنا يتجمعوا من تاني علشان توكومي عايز يقول لهم عن حاجه. ولما اتجمعوا كلهم توكومي صدمهم بقى بكلامه ليهم لانه بيجدد كلامه بانه عايز يفسخ العقد ما بينهم. فصوفيا بقى زعقت فيه وقالت له تاني هتقول الكلام اللي ملوش لازمه ده. وقتها توكومي هداها وقال لا مش تاني، المره دي مختلفه. هو انا صحيح برضو اخدت قرار ان افسخ العقد اللي ما بيننا، بس يعني ده مش معناه انكم يعني هتمشوا من هنا. انا عايزكم معايا بس تكونوا عيلتي من غير لا عقد ولا غيره. ساعتها الصوره وضحت خلاص، يعني هو ما بقاش عايزهم يبقوا عبيد عنده من الاخر يعني. فبالتالي الكل وافق وبالفعل توكومي فسخ عقدهم. وعلى الناحيه التانيه يا زعيم، في القريه اللي توكومي عملها بنتصدم بقى ان في وحوش كتير جدا بتقرب منها، وللاسف توكومي في فولتن دلوقتي، وفي نفس الوقت ده بيجي اشعار لتوكومي بحاله طريقه من النقابه انه لازم يروح لهم فورا. وبالفعل على طول توكومي راح للنقابه، وهناك بقى عرف منهم ان في مصيبه كبيره. وحوش بقى بالهبل راحت للقريه بتاعه توكومي، وكلهم راحوا هناك كانهم فريق متحدين. والمشكله الاكبر انهم كلهم وحوش متطوره يعني لاقوى حاجه. وفي مشكله تانية بصراحه، وهي ان معظم الفرق اللي المفروض يعني تبقى موجوده كلهم مشغولين دلوقتي في مهمات، وما فيش يعني غير توكومي وفرقتين تانيين. فرقه منهم كلهم ستات اسمهم الورده القرمزيه، وفرقه تانية كده بتاعت صاحب توكومي اللي اسمه رايل واللي بيكون اسمها نابل اسد. المهم يعني الثلاثه دول المفروض يتحدوا مع بعض ضد الوحوش اللي بتهاجم القريه. وبعدها بفتره كده الثلاثه فعلا اتجمعوا وراحوا مع بعض بربطه المعلم بعربيه توكومي للقريه. وهناك طبعا اتصدموا لما شافوا المنظر لانهم لقوا طيور مجنحه بتطير ناحيه القريه، وكمان سحالي عملاقه بتحاول تطلع من السور علشان تدخل، ووحوش كتير جدا عمرهم ما شافوا شبهها. وساعتها زعيم الفرق اتحدت وكلهم ضربوهم باسلحتهم، وتوكومي كالعاده بقى استخدم سحر وقتلهم. وبالفعل باتحاد الثلاث فرق مع بعض عرفوا يتخلصوا من معظم الوحوش، والوحوش التانية انسحبت لما حست ان في خطر. ولما حصل كده توكومي والفرقه بتاعته والفرق التانية عرفوا يدخلوا اخيرا للقريه. واول حاجه عملها لما دخل توكومي راح للكروينة علشان يطمن عليهم وانهم يعني في امان بسبب السور اللي هو عمله. بس لسه برضه الخطر ما زالش، الوحوش لسه بره. ولما بص توكومي وفرقته على الوحوش اللي بره لقاهم كتار جدا جدا كانهم بيزيدوا كل شويه. ده خلى توكومي واللي معاه محتارين جدا ومش فاهمين حاجه لان ده عمره ما حصل قبل كده، واكيد يعني ليه سبب. والخبر ده وصل لامبراطوريه سيدونيا اللي الحاكم بتاعها كان مبسوط جدا باللي عمله، وبيفكر كمان هو وبنته انهم يحاربوا حلفاء باركولا علشان لو الوحوش احتلت باركولا ما يلاقوش يعني بلاد تسندهم، وكمان يخلوا الابطال بتوعهم هناك يستغلوا اللي بيحصل، وساعتها يقدروا يخشوا القرى اللي في باركولا ويقتلوا كل اللي فيها. وكده بقى يكونوا خلصوا على عصفورين بحجر واحد علشان ما يفكروش يعندوا سيدونيا تاني. نرجع بقى لتوكومي اللي حاليا بيستعد للجوله التانية لقتال الوحوش. بس قبل ما يخرج من القريه طلب من ريفا وماني وكيكا انه يحموا الاطفال والباقي يحارب معاه. والخطه كالاتي، الثلاث فرق تخرج وتوكومي وفرقته هيهاجموا بالسحر، وبعد السحر كاميليا على طول هتطحنهم. وبالفعل الكل استعد للخطه ديت وخلاص بداوا الهجوم، وبكل شجاعه جريوا كلهم كل فرقه بقى من ناحيه مختلفه. وزي ما قلنا توكومي وفرقته بيحاربوا بالسحر بتاعهم، وباقي الفرق بقى بتستعمل اسلحتها. وبالطريقه دي قدروا الفرق يتغلبوا على معظم الوحوش لحد ما بقى الوحوش انسحبت خالص. لكن الغريب انها انسحبت لسبب غير الفرق دي، انسحبت لان في وحش كده تاني عملاق بياكلهم. اتاري الوحش ده زعيمهم. وبنبص بقى على الوحش ده زعيم واللي بيكون يعني قد توكومي يجي 100 مره، وما نعرفش بقى يعرفوا يتغلبوا عليه ازاي ده. فصوفيا علشان تحمي توكومي جريت هي ناحيه الوحش ده علشان يجري هو وراها، وبالفعل خطتها نجحت والوحش على طول بعد عن توكومي. بس توكومي كان خايف جدا على صوفيا وفضل بقى يترجاها ترجع تاني، لكن بقى صوفيا صممت على اللي في دماغها. وساعتها بقى حاولت تقاتله بسيفها السحري لكن ما عرفتش لان الوحش كان اقوى منها بكتير. بعدها الوحش خرج نار من بقه وخلاها تقع وتفقد توازنها، وقام هوب نطت من مكانه علشان يقتلها. لكن في اللحظه دي ولحسن الحظ توكومي قام بالواجب وضرب على طول الوحش بسحره القوي وخلاه يطب ساكت. في الاثناء دي بقى صوفيا ادت له سيفها علشان يقتله خالص، وبالفعل توكومي بسحره وبالسيف القوي ده قدر بقى يقسمه نصين ويخلص منه. بعدها قام راح لصوفيا واطمن عليها، وطبعا هزقها بقى على تهورها ده واللي عملته، ودي اول مره توكومي يعلي صوته عليها. وقتها صوفيا اعتذرت له على طيشها ده، بس فهمته انها عملت كده علشان تحميه. في الاثناء دي توكومي من ارهاقه قام اغمى عليه، فعلى طول بقى فرقته شالته وودته سريره علشان يرتاح. وبعد شويه الحمد لله فاق، ولما بقى فاق الفرق كلها فرحت جدا. في نفس التوقيت ده يا زعيم بنشوف بقى ابطال سيدونيا وهم بيرتكبوا مجزره ضد كرويين في قريه معينه كده. يعني من الاخر كده اللي حاكم سيدونيا كان عايزه يحصل حصل للاسف.
المهم بالليل توكومي بقى راح لصوفيا علشان يعني يتأسف لها على صوته العالي، وطلب منها ما تعملش كده تاني ولا حتى تضحي بنفسها علشانه لأنها غالية عنده جدا. فصوفيا اعتذرت له ووعدته يعني إنها تفضل طول عمرها تحميه. تاني يوم بقى الصبح لما الكل صحي توكومي راح لحاكم بولتن علشان يعني يعرفوا إن أكاني ولولو معاه في البيت، بحيث يعني الحاكم ما يفتكرش إنه بيخونهم، بما إن يعني إنها المفروض بطلة من سيدونيا. فالحاكم وافق وقال له برضه على اللي عنده، وهو بقى إن بقية الأبطال اللي هو أكيرا واللي معاه هجموا على قرية وقتلوا معظم اللي فيها. وساعتها أكاني اتأثرت جدا لأنها لو ما كانتش هربت منهم كانت هتبقى قاتلة زيهم، وكانت حاسة دلوقتي بمسؤولية تجاه اللي حصل ده. لكن توكومي فاهمها إن هي يعني ملهاش أي ذنب، ده ذنبهم هم وبس. بعد المقابلة دي بقى توكومي راح لنولين علشان بقى يسألها إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية. فنولين بقى جاوبته بإن كل اللي هيحصل هيكون بإيده هو، وعلى ما الغرد بقى كله هيكون في سلام بإيده هو برضه. هي دلوقتي اكتفت بالكلمتين دول وما جاوبتش بأي حاجة تانية. وقتها توكومي قال لها ماشي، أنا كده كده هحمي اللي بحبهم في العالم بتاعي، وأنا خلاص ما بقتش عايز أرجع تاني. أنا حبيت المكان هنا، وقام مديها حلويات كده علشان تاكلها. وبعد الحلويات دي نولين على طول اديته بركتها تاني وزودت قدراته كمان في السحر. وبس كده بيخلص بقى الموسم على النهاية المفتوحة دي، واعتقد بقى ان هيبقى فيه موسم تاني، بس مش عارفين لسه بقى هيتم انتاجه امتى. بس اول ما يتم انتاجه على طول احنا اول ناس هنعمله ان شاء الله لو لينا عمر يعني. بس عايزك تقول لي كده، يا ترى ايه مصير توكومي؟ هل هيعرف يخلي كوكب ملغورد امن تاني، ولا بقى امبراطورية سودانيا هتعمل اللي في دماغها وتخلي الحرب هي اللي قايمة؟ كل ده بقى نعرفه ان شاء الله في الموسم التاني. اشوفك على خير، سلام.